انا من الناس شايف ان محمد صلاح ما بيأديش في المنتخب. شايف ان امام يستحق يكون ياخد زي زيزو؟ اعلى من زيزو. انت بتقول على لامين يامال كويس، امال احنا هنا ايه؟ مين يعني لا دول ما احنا هنا كويسين؟ مش كوره، امال احنا هنا ايه؟ لا العاب قوه. انت شايف ان شيكابالا لو كان التزم زي محمد صلاح وحط اقسم الموضوع؟ بالله ده كان بقى رئيس نادي ليفربول، ده جامد جدا. بس ما لعبش على ابو تريكه، معلش لما جه الاهلي قعد لابو تريكه. هو ما يقدرش يلعب على ابو تريكه. ابو تريكه في حته تانية يا احمد، طبعا. ده لو كان موجود دلوقتي كان خد له مثلا مليار. مليار؟ اه لما زيزو بياخد 100 مليون يبقى ابو تريكه ياخد كام؟ هربت قبل كده من المعسكر سنتين في اسكندريه بموت. كان في طريق دخل دماغه كده الى عند البنت، وكمان نسوان والله دخلنا في مشكله اكبر. نبي يا كابتن عشان خاطر ده احنا غلطانين وبتاع، بس احنا كنا زهقانين وبتاع وايه، وما تقولش الكابتن حسام ايه عمل كده حركه ايه، ما هو شايف. اخواتي حبايبي في كل مكان، معايا النهارده نجم من نجوم الدوري المصري، تألق في الإنتاج الحربي وبعدين تألق في النادي المصري وتجربة احترافية كبيرة جدا جدا في النادي الفيصلي الأردني. معايا أخويا وحبيبي منورني النجم الكبير محمد قنش. وحشني يا نجم. وانت والله يا واحد أنت فين يا عم؟ موجود والله يا حبيبي مختفي قلبي. خالص كده عننا. هنعمل ايه بس والله. ربنا يكرمك يا الله حبيبي، يخليك يا وحشني واحد. والله. وانت والله يا حبيب قلبي. عايز أبدأ معاك لأن أنت حالة خاصة كده بالنسبة لي في الكورة، يعني إمكانيات كبيرة جدا ووينج من الوينجات المحترمة اللي بتلعب برجلك الشمال اللي هم أصلا قليلين في يا مصر. باشا بتعلم منك انت. لا والله العظيم والله أنا متعلم بديك منك انت. حقك يعني حبيبي، والله ربنا حبيبي يعلم. الله يخليك يا حبيبي. البداية كانت فين يا قنش؟ اتحاد الشرطه. وبعدين؟ بعدين جالي اهلي وزمالك ورحت سموحه في الاخر. جالك الأهلي والزمالك وأنت في اتحاد الشرطة؟ اه وبعدين رحت سموحة. رحت سموحه. طب ليه؟ والله العظيم ما تعرفش، هو النادي قال لك لا، جاي باشمهندس فرج عامر خلص الدنيا، انت ما بتعرفش ليه بقى. هو وانت كنت لسه صغير بقى، كان نفسك تروح اي نادي عشان تتعامل، ما تقولش ان النادي دفع فلوس أكتر مثلا فرج عامر؟ تقريبا. طب وأنت ليه اه ما أصرتش إن أنت تروح الأهلي والزمالك؟ كنت صغير يا احمد، ما فيش بقى، كنت لسه عايز اطلع بقى، عايز امشي بقى، عارف انت بدايه الكوره بقى واروح ودوري ابطال افريقيا فبرضه حلوه. فيعني قلت خلاص مش هطلع بس من النادي ده وربنا يكرمني. ما زعلتش؟ اه زعلت. حاسس إن أنت لو كنت رحت أهلي والزمالك كانت فرقت في فرق مسيرتك؟ طبعا، بس الواحد بقى لسه صغير وما يعني ما كانش لسه مدرك هو ايه، اي حاجه حلوه وبفلوس كويسه لا اطلع. ان انا كنت باخد كام في الشرطه؟ كام؟ كنت باخد 50,000 جنيه. ورحت سموحة أخدت كام؟ مليون مليون ومية. كان رقم كبير ساعتها. طبعا. ده في 2000 وكام الكلام ده؟ 2010. كان رقم. طبعا كانت نقله، نقلة كبيرة. اكتر ما هو رقم. امم كانت نقله طبعا، دوري ابطال افريقيا والفرقه كانت مفنشه. اول مع الاهلي، بس الاهلي خد الدوري بفرق جون. كان معاك طارق حامد وكان معاك نجوم، وعلى علي الله يرحمه وهاني العجيزي، وجه السنه دي صلاح امين وجه مصطفى طلعت والمهدي سليمان واحمد شكري. كانت فرقه محترمه. كانت فرقة كبيرة. طبعا. ارتحت مع سموحة؟ ما لحقتش، ليه؟ كان عندي جيش. كان مين مدرب ساعتها؟ كان مستر لافاني، كان بتاع الاتحاد. كان بيحبك؟ في الاول انا ما اعرفش قلب عليا ليه. والله والله العظيم يا احمد تتخيل، انا في حاجات بتحصل في النادي وربنا ما بقاش عارف عنها حاجه وبتاخد عني فكره غلط. يعني مستر لافاني جه كان بيلعبني مره واحده بعيد خالص. من نفسه كده؟ والله من نفسه. ما عملتش حاجة؟ ولا بعرف اتكلم فرنساوي حتى عشان اتكلم معاه، هو ما بيعرفش يتكلم الا فرنساوي. وكان معاه كان معاه مترجم، كان اسمه ابو بكر، كان بيلعب زمان. ابو بكر ده اصلا بيتكلم عربي مكسر، عايز مترجم، فحتى مش هتعرف تشرح له. اقسم بالله زي ما بقول. يعني من نفسه كده قلب عليك؟ والله من نفسه. وانا من الناس اللي ما بحبش اكلم مدربين، يعني ليه ما بتلعبنيش، ما يعني خلاص اعمل له ايه. فطبعا بيشوفني قالب وشي او كده طبيعي، انا زعلان. ما هي مشكلة المدربين لما يشوف لعيب قلب وشه او كده خلاص الموضوع بينتهي مع المدرب. ما اعرفش. طب ما تيجي تتكلم معايا حتى لو مش هتلاعبني، هتحتاج لي. يعني ان شاء الله لما تبقى انت مدير فني او في الاعلام، او انا ابقى مدير فني، انا حاطط ان انا هبقى مدير فني ان شاء الله. لعيب هتكلم معاه حتى لو مش هلعبه، يا اخي اريحه نفسيا، ما هو نفسيا متدمر. بتشوف ان المدربين في مصر مش بيعرفوا يعاملوا اللعيبه نفسيا؟ خالص 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 نهائي. ليه؟ انا مش محتاجك، مش هكلمك، ده غلط، اكبر غلط. افرض احتجت له، افرض يا عم خليه يمشي وهو مرتاح،
ايش ضمنك انت ده بيروح يعمل ايه في البيت؟ انا كنت بعيط والله بتعيط من مين؟ باللي بيحصل. كنت بروح اشتكي لامي، مم. الله يرحمها. الله يرحمه. انت لو اشتكيت لصاحبك ولا هيفيدك ولا هيضرك، وده ممكن صاحبك يقول لك انت كنت المفروض تلعب ويقطمك اكتر. اه. كنت بروح اشتكي لمامتي والله واقعد اعيط، ساعات اقعد اعيط لوحدي. بسبب مين يعني اللي بيخليك مدرب اللي كان بيخليك تعيط نفسيا او تتعب يعني؟ انا عيطت بس برضه مش هظلم كابتن طلعت يوسف ان انا كنت لسه ناشئ، برضه معلش يعني معايا لعيبه كبيره، بس كنت بتعامل وحش. من كابتن طلعت؟ اه ليه؟ والله بص انا ممكن اقول ان هو كان بيشد عليا عشان ابقى لعيب كويس، وممكن كان بيشد عليا عشان خاطر ابقى راجل في الملعب، الله اعلم. بس انا كنت ناشئ، كان عندي 16 سنه. ما كنتش متحمل معاملته؟ لا يعني ما... بس في حاجات كده يا احمد، لما تبقى صغير وتيجي تقول للعيب صغير خد اللبس، كميه الفرحه اللي انت بتبقى فيها، لكن يخش يقول لك بقول لك ايه سلمه طعم واحد بس، ايه ده؟ هو قال لك كده؟ اه بيقول للعامل يعني اه سلمه سلمته؟ طعم واحد بس. ليه تحسه بيكسر نفسك يعني؟ مش عارف ليه، مع ان هو لو كان عاملني كويس كنت ممكن ابقى كويس قوي. ما انا جاي من منتخب، بلعب منتخب مصر وانا في الشرطه، منتخب الشباب مع كابتن ضياء السيد، بعد كده كابتن مصطفى يونس، فضلت 5 6 سنين في المنتخب يعني، وجاي له هو عارف انا في المنتخب. نعم ماشي معاه فرقه كبيره وفرقه محترمه وعامل بيها شغل كويس، خلاص ما كنتش طلعتني. يعني واحد لعيب كان نلعب ماتش ودي، ده اكتر حاجه خنقتني واكتر حاجه ما كانتش خلاني العب كوره. كان في ماتش ودي بنلعبه، عامل فرقه شوط اولاني وفرقه شوط تاني، تمام. الفرقه الشوط الاولاني لعبت، الشوط التاني نزلت، كان في واحد لعيب اسمه حسام عبد العاطي، لو تعرف، ايوه ايوه. كان جيل مصري برضو فتره، لعيب كويس قوي 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 قوي، اتصاب، وانا الوحيد اللي قاعد بره، انا الوحيد اللي قاعد بره. مفيش حد غيرك على الدكه؟ مفيش والله ما في. قام قايل قوموا، قال لي قوم اقف، انت قاعد ليه؟ فهقوم اقف اعمل ايه؟ تسخن؟ قال لي قوم اجري الملعب، وقال للحكم انا هلعب ناقص. انا مش فاهم ايه وجهة نظره في الحته دي، بس انا مش عارف. يعني هو اللعيب اللي بيلعب في الشرطه اتصاب وانت الوحيد اللي قاعد على الدكه عشان كان ماتش ودي، اه المفروض انت اللي تنزل بقى. المفروض. قال لك لف وانا هلعب ناقص. اه والله. طب ليه؟ ولفيت الملعب ودموعي، وقلت والله ما هلعب كوره تاني يا للدرجه دي؟ والله. ورحت فعلا لمامتي قلت لها امي انا مش هلعب كوره تاني، مش هروح نادي تاني، او هروح مش هلعب فريق اول تاني. نفسيتك تعب؟ قوي 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 قوي. يعني هم المشكله اني برضو، يعني انت معاك 30 لاعب، بس لو انت مش قد ال 30 لاعب ما تجيبش 30 لاعب. يا عم انا مش هلاعب قنش، ليه عامله وحش؟ ليه اخصم منه؟ حتى لو يعني لازم انت تراعي برضو ان الراجل ده زعلان بره حساباتك. الراجل ده عنده اهله بيصرف عليهم، عنده صح، عنده مسؤوليات. مسؤوليات. فانت ليه عشان وشه فمش عايز تكلمه فتخصم منه؟ هو عشان ما هو المشكله يا احمد عندنا هنا ان المدير الفني متحكم في 100% منك، سواء من لعب او فلوس او كل حاجه في النادي. ولو هو ما حبكش اعرف انه مش هيطلع لك اي حاجه. انا شايف المدربين في مصر بيحبوا وبيكرهوا. طبعا. مش بالاداء. ده ايه؟ اداء اللعيب في الملعب. لا مش بالاداء، مع المدربين المصريين لا مش اداء، حب يعني وتطبيل. يعني معلش انا هقول لك حاجه دلوقتي عشان برضو الناس وهي بتتفرج. يعني انا مثلا لو قلنش هيلعب ويكسبني، هو احمد ياسر يعني قريب من قنش، بس انا مم. بحب احمد ياسر، هيلاعب الاجمد ولا هيلاعب اللي هو بيحبه؟ اه هخلص على قنش. الاجمد من التاني. ما حصلت معايا في الانتاج الحربي، مع مين؟ مع مدرب؟ معايا مع كابتن مختار. عمل ايه معاه؟ يعني بص كابتن مختار ده حالة خاصة خالص، يعني اللي يشوفه كده يقول عليه طيب وبتاع صلاة وبتاع، لا 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 ده ظالم باين. اصل الكورة كلها ظلم، اصل ممكن يكون وجهة نظره كده قنش برضه. احترمها لكن ما اصل يبص ما كابتن يكشرش مختار، في وشي. كابتن مختار من الشخصيات الطيبه يعني لا جدا. لا لا، وانا كلمت معاه قبل ما امشي الفيصل الاردني، قلت له انت ظالم باين. قال لك ايه؟ انا ظالم باين؟ قلت له انا ظالم باين. لما تلاقي واحد بيجيب جون تودي وشك الناحية التانية وما تتكلمش، وتيجي واحد يتقطع منه كوره تقول له هو ده اللي انا عايزك منه، هو ده ازاي؟ ده الكوره اتقطعت منه، يقول لك ايوه هو ده اللي انا عايزه في التمرين. بيقول لي مين كده؟ كان اسمه محمد جه معانا المصري برضو، هو لعيب كويس. يعني الكرة اتقطعت منه وقال له هو ده اللي انا عايزه؟ اه يقول لي، يعني انا اكلمك بطريقته، اه. يقول له لوح، ايوه كده لوح يا واد، مش مشكله تتقطع منك، بس انا عايزك الحته دي تلوح فيها. وانا جبت جون عالمي، اه.
ودى وشه الناحيه التانيه ولا كني في اي حاجه. في ملعب الانتاج. ولا كني في اي حاجه، والله يرحمه يعني. كابتن خالد كان مدير الكوره. كنت خالد مين؟ خالد مهدي. الله يرحمه. قال لك الله ايه؟ يرحمه. يعني الله يرحمه بقى، مش عايز اتكلم عشان ربنا كان ضدك يرحمه. برضه؟ طبعا. مشوك من الانتاج مش ولا انت اللي اخترت لا، انا اللي تمشي؟ اخترت امشي. رحت الفيصلي. رحت الفيصل الاردني، خدت معاهم الدوري والكاس. تجربه ناجحه جدا جدا. جميله. الاجواء في الاردن ايه هناك؟ بالنسبه لايه؟ للعب والجماهير جماهير تحفه جميله. والله. بالنسبه للعب الكوره مش قويه قوي في الاردن. مم. اعلام مش قوي، مش زي مصر. الدوري المصري اقوى. بكتير. يعني انت لو كنت قعدت 3 4 سنين في الاردن ولا حد كان يسمع عنك حاجه. بس زي ما انت- حصل، ما ده في ناس ما تعرفش انا رحت الفيصلي وخدت الدوري والكاس. لا انت عملت شغل كبير جدا في الفيصلي، وشفت لك جون دخلت لجوه وحطيتها في المقص كده في البعيده. احاول برضو اجيبها لك تحت كده واحنا بنتكلم. بس ما حدش اتكلم يا احمد عليه. ليه؟ مش قوي، مش اعلام قوي. ولا انت عشان شايف ان اونوش مش متسلط عليه الضوء؟ وانا في مصر كان متسلط. يعني وانا في مصر بصراحه يعني كان اطلع اما اتفرج على نفسي، لا الناس بتتكلم عليا كويس الاعلام. لكن كان يعني الاردن لما رحتها ما كانش الاعلام قوي برضو. كان الاعلام بتاع الاردن مش بتاع هنا، ان يوصل ان عندنا لعيب محترف مصري وي 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 زي العراق، زي ليبيا. فاهم يعني؟ الا لو انت طالع هنا مثلا اهلي وزمالك، اصل كهربا جاب جون، ما بتحصل. بتشوف ان لعيبه اهلي الزمالك اخده اكتر من حقها؟ من ناحيه ايه؟ الاعلام طبعا. واعلانات. طبعا يا كابتن، ما هو بس برضه نرجع ونقول ان الاهلي والزمالك اكبر ناديين في مصر. لا طبعا دي حاجه مفروغ منها. الاهلي يعني والزمالك. لازم ياخدوا انا حق. بتكلم على اللعيبه اخدين اكتر من حقهم دلوقتي ولا واحنا؟ لا حاليا دلوقتي. طبعا. ليه بتقول طبعا يعني مش فاهم. يا كابتن شوف الماتش الاهلي والحرس، بيدخل فيه جونين سهلين عادي جدا. الاهلي من امتى واحنا جيلنا ايامنا كان بيدخل ازاي جوان بالعافيه. دلوقتي حرس زي الاهلي زي الزمالك. الزمالك تعادل مع الجون. ازاي الحرس زي الاهلي والزمالك والارقام مختلفه؟ يعني انت شايف الاهلي بادجت عامل ازاي؟ في عقود مثلا بتوصل 120 ما هي دي مليون الكارثة. 130 مليون. الحرس اعلى لعيب فيهم 2 مليون محمد حمدي زكي. ولا حصلوا 2 مليون. ها ولا حصلوا 2 مليون. لا حمدي على واحد بياخد 2 مليون. والمصحف شيء ما في حد بياخد 2 مليون. يا عم خلاص ومشيها 2 مليون، احنا بنتكلم في 120 مليون. يعني انت ما- شايف ان مفيش فرق؟ يا عم هات محمد حمدي زكي حطه في الاهلي هيبقى زي مين؟ زي زيزو. لا مش لدرجه زيزو لا. وربنا احلى من زيزو. محمد حمدي احسن من زيزو. هات بقى محمد حمدي وهو عنده 26 سنه كده، وهات زيزو وهو دلوقتي، شوف مين كان اقوى. على كده بقى لو انا رجع بيا الزمن انا اخد لي بتاع 300 مليون باللي انا بشوفه ده. هاخد 300 مليون. ده 300 مليون وحاطط رجلي على رجلي. شايف ان اداره الاهلي يعني افورت في العقود شويه؟ بص، هي الكوره في كلها افورت، في السعوديه وفي مصر. لا سيبك من السعوديه حاجه تانية، وبيجيبوا لعيبه اوروبيه ولاعيبه في ليفل تاني خالص. انا بتكلم على الدوري المصري دلوقتي. يعني انت عندك السعوديه جايبين كوليبالي ورياض محرز وكريستيانو. احنا بنتكلم على مصر هنا، الحته اللي احنا فيها المنطقه طب بتاعتنا. ورياض محرز عامل ايه مع بيراميدز؟ احنا كسبنا. ما انا عارف يعني ما انا عارف. والله الكواليتي كلها زي ما هو، وهي وربنا شاف ان رياض هي. محرز الكواليتي زي كله زي بعضه. طب عمل ايه في ماتش بيراميدز؟ ماشي ممكن ما يكونش متوفق الماتش ده. كل الفرقه مش موفقه، ولا ممكن نقول ان فرقه بيراميدز كويسه؟ لا كويسه طبعا. يبقى كلها والله نسبه طيبة. هي كلها دلوقتي قوه وسرعه. عندك قوه وسرعه، مفيش مهاره. رياض محرز بس اللي عنده مهاره بس. يعني شفت انا الماتش تحسه همت شويه. تفتكر عيان. الفلوس همدته؟ هي سهمت صراحه. يعني هو يعني انت قصدك تقول رياض محرز شبه. مش بتاع ليستر سيتي اللي هي اول سنه اللي خدوا فيها الدوري؟ لا هو برضه انا كنت شايفه في ليستر سيتي والله لعيب كويس، لكن مش قوي. مش قوي يعني مش مين مثلا مين اللي مش ميسي. ما هو ميسي واحد بس. الله ينور عليك. مفيش غيره. ما هو قول لي بقى، يعني دلوقتي بيقولوا لامين جمال ميسي، لا طبعا مش ميسي. بس لعيب كويس والله العظيم كويس. انت بتقول على لامين يامال كويس، امال احنا هنا ايه؟ مين يعني دول لا ما احنا هنا كويسين؟ مش كوره. امال احنا هنا ايه؟ لا العاب قوه. والله العاب قوه والله. خش يا ابني بتجري كويس، خد لك 100 مليون. شايف ان زيزو يستحق الرقم ده؟ يا عم زيزو اصلا ما يستحقش 2 مليون. ازاي يا قلناش؟ لا والمصحف راجل لعيب بقاله 5 سنين عنده استمراريه ومحافظه على نفسه في ايه؟ ومسجل 84 جون في الزمالك واساسي في منتخب مصر. انا بقول الحق برضه. طب لعبه قد ايه يا احمد؟ لعب 5 6 سنين ورا بعض صح؟ باستمراريه كويس.
حلو. مسجل 84 هدف في الزمالك. طيب حلو قوي. انا مسجل كام وانا ما لعبتش؟ يمكن لعبت قليل. او مسجل كام؟ كام؟ بتاع 40 جول في الدوري الممتاز. رقم كبير برضه. وما استمرتش، يعني اروح هنا يحصل لي موقف، اروح هنا يحصل لي موقف. طب انا بقى لو لعبت في الزمالك 5 6 سنين زي بعض، يعني مش شيكابالا، معلش مع احترامي، مش شيكابالا في عزه. على كده بقى شيكابالا نرفع له القبعه، قوه وسرعه ومهاره. ما ده ما عادش موجود يا انش. ايوه بس ادي 100 مليون على العاب قوه. يعني ايه العاب قوه؟ مش فاهم. يعني اخش الجيم اسبرنتين 3 افضل صحه اخد 100 مليون. يعني انت شايف ان زيزو قوه وسرعه بس؟ هقارني مع مين؟ قارنهوني مع حد. يعني مثلا زيزو ولا حسين الشحات؟ وربنا حسين الشحات افضل منه. اقسم بالله افضل منه. على الاقل بيدي ثرو. اه. بي... زيزو بيلعب ايه؟ بيلعب بوينج. الله ينور. مطلوب من الوينج ايه؟ يجيب اجوان ويعمل اجوان ويرقص ويطلع ويدخل. يا راجل ده ما عملش 1 2 قبل، او ربنا ما عمره شفته بيعمل 1 2. طب انت شفته بيعمل 1 انت 2 قبل كده؟ متحمل على زيزو؟ والله ابدا. والله حتى هو في الزمالك. يعني طب امال انت شايف زيزو بيعمل ايه؟ انت يعني بيجري ويرفع. هيبقى احلى باك رايت في مصر. هيحطوه مكان هاني. ما هم مش عاملين يقولوا هاني 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 هاني. انا بقى شايف ان محمد هاني ده كويس جدا. مم. طب يا عم عندكم خامه حلوه قوي، بتعرف ترفع وبتجري، لعبوه باك رايت. لكن انا بص، انا عشان بلعب هاف، فدايما بشوف ان الهاف ده ممتع. صح. لازم يكون ممتع في الكوره. يعرف ينقل، يعرف يعمل 1 2. واحنا قاعدين كده نقول له يا ابن اللعيبه. انا عمري ما قلت لزيزو يا ابن اللعيبه. يا راجل في جون جابها حلوه برضه. اجوان يا احمد. ايوه اجوان، يعني عشان بيشوط. شويطه. طب ايه اللي فيها شويط؟ فين متعه الكوره؟ ليه ايه؟ عشان برضه الناس طب اديني، طب افتكر لي كده سرو عامله كده بوست 2. اديك انت قول لي هات كده زيزو، قول لي ايه يا ابن اللعيبه على السرو. طب ما هو هاف، مش هو زي لامين جمال؟ هو نفس صح البوزيشن. صح. بص بس هات لامين. لا ده في حته وده في حته ثانيه. يا كابتن ما ده هاف. ده كواليتي وده كواليتي ثاني. مع ان هو اقوى من لامين جمال في السرعه والقوه والحاجات دي. بس التاني موهوب. يبقى الموهوب اللي يبقى لازم لعيب الكوره يبقى ايه؟ موهوب. اديك انت قلتها. يعني انت شايف زيزو موهوب ولا مصنوع؟ مصنوع. ده من مليون المية مصنوع. طب ما معظم اللعيبه بقوا مصنوعين يا انش. مين موهوب في مصر؟ يبقى الاهلي يتعدوا على الصوابع يعني. صح كده. يبقى الاهلي زي الزمالك زي انبي زي سموحه زي هي. طب ليه الاهلي ما دام شايف انت اللعيبه، يعني من وجهه نظرك انت ما دام شايف اللعيبه كلها مصنوعين، ليه الارقام الكبيره دي بقت فجاه كده ضخمه كده؟ ما هو ده بقى. يا عم هات اي لعيب من الحرس حطه هتلاقيه هو. انت كسبت الحرس بالعافيه. اللي ما فيش ارقام. انت بتقول 2 مليون، ما فيش 2 مليون في الحرس. عشان بس نبقى صادقين مع بعض. اخرها مليون جنيه لو ادوا مليون جنيه. والاهلي بيكسب بالعافيه. ايوه كوره شاطها تريزيجيه ردت في صدر ياسر ودخل. ملهاش دعوه انت عملت ايه مع. طب ارجع بقى باك كده على الفريق الاهلي بتاع ابو تريكه. كان بيعمل ايه في الفرق؟ ايه الفرق بين الاهلي دلوقتي والاهلي ابو تريكه، جيل ابو تريكه؟ جيل ابو تريكه كله موهوب. حتى احمد فتحي اللي كان عنده قوه وسرعه كان بيتاكل عليه عيش من محمود عبد الحكيم. لا محمود ما يبقى احنا زمان كنا بنلعب بالعقل، مهاره، في متعه كوره. وربنا دلوقتي انا معرف 3 4 لعيبه في الدوري. يعني انبي دي كان فرقه جامده جدا لما كنا بنلعب. لا انبي دلوقتي ما تعرفش فيه حد. ولا الحرس ولا فاركو دي كارثه الكارثه. فاركو عيال صغيره برضو جايبين لعيبه شباب طبعا ليهم كل الاحترام طبعا. مجتهدين جدا. لكن تتخيل الحرس تخيل فاركو شفت ماتش بفلوس قليله جدا متعادلين مع النادي المصري. النادي المصري بيدي يعني. بيدي. النادي المصري في مستر كامل دلوقتي بيدي ارقام كبيره جدا. ده احنا واحنا في المصري ما كانش ما فيش الارقام دي والله خالص. وكنا فرقه جامده قوي. والله كنا بنطلع تاني ونلعب كونفدراليه ببلاش. ببلاش ايه ده؟ هندفع فلوس. عايز اخدك للمحطه بتاعت النادي المصري، لان انت جيت برضو كنت في انتقال مهم جدا والكابتن حسام كان بيحبك جدا جدا. كنت انت عامل موسم ولا اروع في الداخليه. كان مع مين المدرب؟ علاء عبعال. انت عملت موسم كبير جدا. كنت هتروح الزمالك؟ لا من الداخليه لا. المصري جابك بقى؟ لا كنت في المقاولين اعاره. المقاولين كان هيهبط واتفقوا كده مع كابتن علاء واتفقوا معايا. السنه دي المقاولين كانت هتهبط. رحت الحمد لله. رحت انا وكان جايبين ساعتها محمد فضل. الحمد لله فنشنا لهم ما هبطوش. وكان عايزين نستمر معاهم وبتاع. بس لقيت النادي المصري هيفيدني اكتر من المقاولين. كابتن حسام بيكلمني بنفسه. كلمك قال لك ايه كابتن حسام؟ قال لي ازيك يا انش مع كابتن حسام حسن. اتخضيت؟ طبعا. قال لك ايه بقى؟ قال لي انا عايزك معايا
في المصري. اه قلت له ايه؟ قلت له طبعا يا كابتن. قال لي هنلعب كونفدراليه وهديك منتخب. قلت له يا كابتن انا مع حضرتك وبتاع. على طول دخل مع الداخليه وخلص معاه الكلام. وبعدين بقى مين كلمك من النادي نسق معاك العقود وكده؟ كان في وكيل اسمه احمد، وكابتن وليد بدر. كابتن وليد بدر كلمك وجابك ومضاك وجيت المصري. جيت المصري. تمام. كابتن حسام شافك في التمرين اول يوم قال لك ايه بقى؟ ازيك عامل ايه السنه دي؟ عايزين اقوى من السنه اللي فاتت، انت ما شاء الله عليك ده يعني بتجري ما شاء الله وعندك بدنيا، ده اللي انا عايزه منك وبتاع. قلت له حاضر يا كابتن وبتاع، واشتغلت معاه. هو يا ريتني ما اشتغلت. ليه يا ابني؟ ليه؟ صعب قوي يا عم، صعب على فكره كابتن حسام من اطيب الشخصيات بره الملعب والله. جدا. بص انت مشي وليد بدر، مشي وليد بدر عنه 100 100. طب ماله كابتن وليد؟ لا لا يعني لا لا. كابتن وليد من الناس الرجاله جدا جدا يعني. ماله عمل ايه معاك كابتن وليد يعني؟ لا. ضايقك في حاجه؟ لا طبعا، هو اللي بيخلي كابتن حسام كده. بيخليه مثلا ايه؟ شايله منك؟ اه قال له ايه مثلا؟ يعني مثلا دلوقتي لما يحصل حاجه يقول له لا يا كابتن انت العميد ما ينفعش، لا سيبه كده. اه وانت فاكره كابتن ان حسام بياخده معاه في كل حته ليه؟ يسخنه ويقف قدام الكاميرا. ما ده هو الجارد بتاع كابتن حسام. كابتن وليد؟ انا مسميه ابو لهب. لا يا عم اسكت، ما يصحش. لا هو يمكن عشان بيحبه مثلا، فبيحب ان هو ما يدخلوش في مشاكل، بيقف قدام الكاميرا بيحميه بتاع. انت في مشكله بينك حصلت وبين الكابتن وليد؟ شخصيا اه. لا، طب انت ليه حاسس ان كابتن وليد كان ضدك؟ علشان انا لما اخش كابتن حسام في مشكله ونتفق وتمام تمام واطلع من الاوضه والاقي الكلام اتغير. قصدك ان هو بيأثر عليه؟ طبعا. يعني احنا دخلت، كنت في مشكله مع كابتن حسام، دخلت الاوضه واتكلمنا. مشكله ايه مثلا؟ كان لما حصل بيني وبينه مشاده كده، لما كان بيمرني لوحدي وبتاع. امم. اتكلمنا يا كابتن وبتاع ايه، وكابتن بصراحه حسام كان طيب جدا بره الكوره، طيب جدا جدا جدا. خرجنا وخلاص يا قلناش تمام وبتاع تمام تمام. رحت الاوضه رجعت مش تمام. ازاي بقى؟ يعني هو اداك قرار الكابتن حسام قال لك اه خلاص هتتمرن معانا؟ اه وبعدين؟ بعدين ليه كابتن وليد بدر جه لي كابتن حسام بيقول لك لا اصبر شويه. قلت له ايه بقى؟ ما الكابتن قال لي، قلت له جوه، قال لي لا 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 اتكلم معايا بعد كده واصبر شويه. فعارف ان هو ساعتها انت فهمت ان الكابتن وليد بدر هو اللي مأثر عليه طبعا في موضوعك يعني. طبعا. وبعدين بقى كملت السنه مع الكابتن حسام لا الاولى؟ سنتين ولا 3. انا شايفك السنه الاولى ما شاء الله جبت جوان ما انا ما بتكلمش. وجايب جون وانت ما هو بتطير ما هو ما هو ده مش السنه الاولى، بدايه السنه الثانيه. لا طب هاتنا من السنه الاولى. لا كنت ماشي كويس قوي. تمام. اه فنشت بطريقه كويسه معاه جدا. وجايب جوان وواحده باك وورد ومضيت في الزمالك وقعدني 6 شهور. يعني انت جاب عبد الله بعد السنه الاولى هي السنه الاولى، في السنه عملت سنه الأولى. كويسه. مين كلمك بقى في الزمالك؟ مستشار مرتضى. قال لك انا عايزك اقول. رحت مضيت مضيت في الزمالك مع مين؟ معاه مع مستشار احمد مرتضى ومستشار مرتضى. أيوة. مضيت خلصت امورك كلها على اساس ان هم يشتروك من المصري. كابتن حسام عرف بقى؟ عارف ان انا رحت من وراه. بعدين؟ اتكلم معايا وقال لي كلامك مع كابتن ابراهيم مدير الكوره. عقبال ما شفت كابتن ابراهيم كان عدى 6 شهور ولا حد بيرد عليا ولا حد. طب ليه ما باعكش؟ مش عارف. لا لازم أن يخلص عليا، يباني كده وانا في عز مجدي. اكيد بقى يقولوا لي انت ازاي قلنا واحنا فرق الجمهور والجمهور كان بيحبني. طب ما هو ما استفادش بيك. بس بيكسب. بص يا بتاع اي مدير فني بيكسب يعمل اللي عايز يعمله، صح؟ ولا الجمهور يقول لا لاعب قنش بالعافيه؟ لا طبعا ما حدش يقدر. محدش يقدر. طول ما الفرقه بتكسب، طول ما المدرب نمبر 1، طول ما الفرقه بتخسر ده هيتكلم وده هيتكلم وده هيتكلم وده هيتكلم. دي معروفه في مصر. محدش بيسيب المدير الفني يشتغل لغايه اخر الموسم. وبرده من الحاجات اللي بتزعل ان مدير الكوره بيتدخل في التشكيله، دي كارثه. في اي نادي ولا بتتكلم في موضوع الكابتن حسام وابراهيم؟ اي نادي. لا 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 حسام ابراهيم محدش بيتدخل فيه. حسام ابراهيم بيتدخل عشان اخوه طبعا. لكن في اي نادي بشوف ناس مديرين كوره بيوجهوا. عايز اكمل رحلتك، هاخدك للنقطه دي. اكمل رحلتك في النادي المصري. كابتن ابراهيم خلاك 6 شهور مجمدينك. ده وبعدين؟ بعدين جيت اطلب ان امشي، قالوا لي اتنازل عن فلوسك. ما كنتش خدت فلوس من اول السنه؟ لا خدت شيك اتصرف وشيك لا. الشيك التاني رجعته.
كان ب رجعته عشان 300,000 تمشي. عشان امشي. مشيت رحت فين بقى؟ الانتاج الحربي. شايف ان انت مشيت يعني متضايق من طريقة رحيلك من المصري؟ طبعا، نادي كبير ونادي جمهور بيحبك والبلد بتحبك. والله يا احمد، كابتن حسام ظلمك شوية ولا انت السبب؟ يعني انت اللي وصلته لكده. بص هو ممكن 50-50، ان انا برضو يعني حمق شويه، او ما بعرفش اتكلم مع مدربين، ممكن اتنشن. دي مشكله برضو فيا. يعني ممكن يقول لي انا ظالمك، اقول له انت ظالمني. والمدربين ما بتحبش الكلام اللي في الوش ده، لازم يقول لي يا كابتن انا اللي كذا وحبيبي. يعني ما بعرفش، انا اهلي علموني 1+1=2. فانا ممكن ابقى شخصيتك فرقت معاك في الكورة، اخرتك جدا. شوية؟ جه اخرتني قوي لغايه دلوقتي مؤخرا. مم. اول حاجه، ما بعملش علاقات كويسه، ماليش وكيل. حتى كابتن حلمي، يعني كابتن حلمي ده، معلش ممكن اتكلم عن كابتن حلمي؟ لا كابتن حلمي طبعا من الشخصيات المحترمة. جدا. هو اكتر مدرب وقف جنبك. اه، اكتر واحد وقف جنبي، واكتر واحد حقاني، واكتر واحد. يعني والله انا مش عشان لعبني، والله ما في ناس ما بتلعبهاش، كانش بيلعبها وبيحترموه دغري. انت نجم الفرقه، اتاخرت زيك زي اللي بعيد، يدخل اللي بعيد عادي جدا. كابتن حلمي يعني بصراحه ربنا ثم كابتن حلمي في الكوره اللي لعبني. طب ليه بتقول كده على الكابتن حلمي؟ عشان لاعب قنش ولا كشخصية؟ لا شخصيه. اول حاجه شخصيه حقانيه، يعني وممكن لعيب تاني يقول لك مش حقاني، انا بتكلم على اونش. شفت لو هو اداني حقي. انا كنت على فكره، انا كابتن حلمي اول ما جيت اول ما جه مع الشرطه، اول 7 مطوشه انا بره السكور خالص وبيمشيني. حتى رئيس النادي قال له ده بيلعب منتخب مصر وبتاع، قال له لا لا مش عايزه. انا جايب الناشئين بتوعه، قال له لا ده يعني اصغر من الناشئين، انا كنت ليا سنتين تحتاني. طب شوفوا معاك، اتمرنت معاه كويس، تمام. بره 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 بره، بعد 7 ماتش انا خدت ما قعدتش تاني. يعني انت بتقول عليه كويس وراجل محترم عشان كان معاك كويس، ولا انت بتتكلم على الجميع؟ يعني انت لسه بتقول لو نجم الفرقة جه متأخر هيقعدوا اه يلعب. ده في فرقه طبعا. اه، راجل صارم يعني. على طول. مفيش هزار. يعني انت نجم الفرقه جيت متاخر، مش تركب الاتوبيس. اه، ويلعب بالتاني ويلعب عادي. بالتاني عادي جدا. مش بيخاف. لا والله ما بيخافش. بس لا، ما بيعاملكش وحش. يعني يا احمد، يطلعك بره، يجيبك ويكلمك، يقول لك مش انا قلت ان التجمع الساعه كذا؟ استحمل، انت غلطت، استحمل. حتى لو انت نجم الفرقة. حتى لو انت نجم الفرقه، العب بالصغير، على الاقل ربنا يكرمني. والله هو ماشي كده يا كابتن حلمي. شايف ان هو ده حالة نادرة في ظل المدربين المصريين؟ ده كابتن طلعت يوسف كان كده برضه، حقاني. مع اللعيبه الكبار. طب وبقية الفرقة طيب؟ ما احنا كنا صغيرين بقى، ما هو اكيد مش مهتم بينا برضه، يعني مش حاطط امله علينا برضه. كان لسه برضه الشرطه صاعد وبتاع، فمش هيعتمد على عيال صغيره. معلش برضه. بس الكابتن حلمي عادي. عادل، اه. عيال صغيرة عيال كبيرة مفيش أي لا مشكلة. عادل. كابتن طلعت عادل. كابتن حلمي عشان برضه انا جربت معاه القعده واللعب، فشفت ان هو شخصية محترمة. جدا. لكن انا عارف ان كابتن حسام شخصيه قويه وشخصيه كويسه وليه سيستم، ان انا لعبت معاه 3 سنين. ما ده اللي أنا بقول لك. عارف ان ده بيتحرك كده وده بيتحرك كده. لا انا كان ولد. يقعد يحفظنا لما أنت تنزل الباك ياخد في يا ظهرك. عم ده يا راجل، اول واحد اشوفه ان الديفندر يطلع يستلم على الخط والباك يطير والهاف ينزل والتحت الفراده يقطع زي ما كان كابوريا كابوريا بيقطع. بيقطع بيعمل روتيشن في الأماكن. جامده جدا. آه. انا لغايه دلوقتي لو مسكت مدير فني انا بقول لك هلعب بنفس السيستم بتاع كابتن حسام ده. يعني أنت لو بقيت مدير فني هتلعب بنفس السيستم بتاع كابتن حسام. جامد جدا. الديفندر يطلع بره على الخط، يستلم الكوره، الباك يجري سبرنت كأنه الهاف ينزل تحت الفراده ده ايه، يقطع. كنا بنجيب منها جوان كتير جدا. واللعيبة اللي بتتلخبط في التحركات دي، لعيبة بتتلخبط. وفي سيستم تاني بتاع كابتن حلمي، الهافين يفتحوا، نقل والعب على الهاف، والباك يطلع والمهاجم يقطع والهاف التاني يقطع. بتبقى مركز أنت في الحاجات دي. ما انت طبعا يا كابتن انا كاتبها. يا سلام. والله كده. يعني أنت عندك شغف في التدريب أقول مش. لو جالي يعني ان شاء الله هبقى مدير فني كويس. إن شاء الله ليه عايز بقى؟ تعمل حاجة في ليه المجال بقى؟ ده. ليه بقى؟ عندي سيستم وعندي ان انا هعامل كل واحد. ان انا شفت حاجات بتتعمل معايا، حسيت بكثره كده، مش هعملها مع اللعيبه. إيه اللي أنت شفته اتعمل معاك؟ قله اللعب، قله الاهتمام، ملوش دعوه بفلوسك. انا كنت بصرف على امي وكنت بعمل ما عندوش ولا يهمك، اخصم. يعني حاجات كده يا احمد ياسر، حاجات كده. إنسانية. ما عندهمش.
انت شايف المدربين في مصر؟ لا لا، اهم حاجه نفسه. يا انا بقولكش لاعبني، بس عاملني انا بقى والله العظيم ان شاء الله، يعني لما مدير فني هعامل اللي بره خالص احلى من اللي بيلعب. اللي بيلعب واخد حقه يا احمد لعب، فلما تدوس عليه مش هيفرق معاه. اللي بره خالص ده لازم تقعد معاه وتضحك معاه وتهزر معاه حتى لو مش هتلعبه. على الاقل يا اخي يبقى في ود بينكم. ودايما لو لعيب عايز يمشي اساعده انه يمشي، ما انا مش محتاجه. ليه اخلص عليه؟ ليه اخلص عليه هنا؟ شايف ان الكابتن حسام خلص عليك في انتقالك طبعا للزمالك؟ طبعا. ليه؟ حب نفسه، ما حبش يفيدك. واي مدرب يجي يقول لك ايه لو جالك حته انا هقف جنبك، مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. انا معاك لو انت محتاج احمد ياسر بيلعب اساسي ومحتاجه، ما تمشوش حقك. ما ده اللي بيرفعك. لكن واحد تاني جاي له مثلا حته وما بيلعبش، هات فلوس، هات 2 مليون يجيب لك منين؟ هو ما بيلعبش. ما برضو الانديه التانيه عارف انه ما بيلعبش، لا يخلص عليك، لا اقعد. طب تقعد؟ اقعد. يقول لك مش عايز تجيب فلوس، خلاص مالكش فلوس عندي، خصم. طب وليه؟ طب ما تمشي البني ادم ده يا راجل. البني ادم انت بتعرفش من جواه بيبقى عامل ازاي. والله الواحد، ما انت حصل لك مع كابتن حسام وحصل لي، بيبقى الواحد من جواه مكسور ومش عارف يعمل ايه. ان في ايد المدير الفني كل حاجه. فانا لازم اعامل الناس. طالما مش عايز احمد ياسر، تعالى يا احمد شوف حته ونتكلم وتساعده انه يمشي، ان انت مش هتحتاجه في الملعب. فانا دايما انا من الناس اللي شايف ان لازم المدير الفنيين يعاملوا الناس اللي بره خالص احلى من اللي بيلعبوا. شايف المديرين الفنيين في مصر مش بيعرفوا يتعاملوا مع اللعيبه نفسيا؟ لا خالص، خالص خالص. يعني لو لقاك همدان يهمدك اكتر، ما يبصلكش، ما ينزلكش. لا يا عم انا اخده واكلمه، واحمد ياسر اجمد، قنش انت لعيب جميل جدا، خش معايا. لما انا جاي اعمل كوره مثلا اوفر حلو، الله عليك برافو، حتى لو مش هتلاعبني. كلمه برافو دي بتريح. كلمه تهايل لقنش. لكن مثلا قنش اوبا باصه، اقعد. طب تفتكر تيجي تقطع ليه؟ منك كوره يقول لك ايه؟ اهو ده اللي عايز يلعب. اي بتحصل. صح، ما حصلتش معاك؟ بتحصل. حصلت. لو مش عايز يلعبك هتلاقيه بص الناحيه التانيه، اول ما تطلع منك كوره يقول لك ايه؟ هو عايز يلعب. طب فين اللي انا جبت الجون الحلو والبريسنج ما دي شفتوش ليه ما شفتوش؟ فدي وحشه. عشان دي انت مش على مزاجه. ما انت بقى هو في اقتناعه لما يقول لك كويس يا قنش، هايل يا قنش، فلازم قنش يلعب. لا، بس طالما بتقول له كويس يبقى هو في دماغك يبقى ليه دور. تيجي تقول له كده، تقول له بص يا قنش انت دلوقتي ماشي كويس قوي وليك دورك، كمل على كده وانا في ظهرك. عشان لما لعيب يقع منك يا احمد تلاقي التاني فايق، وتديله مره واثنين وثلاثه. والله انا هعمل كده ان شاء شايف الله. المدربين ما بيصبروش على اللعيبه خالص لا، لو هو عايزك يصبر عليك. لو بيحبك؟ هيصبر عليك طبعا. بص يا احمد، انا في سموحه والله اول مره اقولها مع حد، يعني انت حبيبي يعني. لما مستر لافاني قعدني، مشي وحش 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 وحش، هيمشي مين اللي جاي؟ كابتن حلمي طولان. قلت انا بقى قبل ما يجي كابتن حلمي طولان، قلت لهاني العجيزي، كنا قاعدين كده كلنا، انا والله يرحمه علاء علي ومصطفى طلعت واحمد شكري، قمت قايل لهاني العجيزي ايه؟ والله يا احمد ياسر، قلت له انا هلعب، مع اني انا بقالي 8 ماتشات بره السكور خالص. قلت هاني العجيزي انا هلعب. قال لك ايه بقى كابتن هاني؟ كابتن هاني قال لي تلعب فين يا ابني؟ قلت له والله هلعب، ابويا جاي. اه ما ده عارف امكانياتي. كابتن حلمي قابلني، ازيك يا معفن حبيبي يا كابتن. قلت له بص يا كابتن والله العظيم، قلت له انا في الفريزر متلج. قال لي لا، اشتغلت معايا كويس هديك حقك، ما اشتغلتش هخليك في الفريزر متلج. شفت اللي قال لي ايه؟ بس انا واثق من جوايا اني هلعب. ليه؟ انه بقى المعامله، ما المعامله خد بالك اللعيب نفسيه. لو عملت وحش والله العظيم لو ميسي هيلعب وحش. انا عارف ان كابتن حلمي هيعاملني كويس، فانا عارف ان انا لما حد يعاملني كويس هدوس معاه وهلعب معاه. اول ماتش كان ماتش الكاس، تمام، انا اساسي وهاني العجيزي اللي قعد. اقسم بالله عاوز قال لك ايه هاني العجيزي؟ بص لي كده قلت له ما انا قلت لك اني هلعب. قال لك بس ايه؟ جت فيك انت معلش. قال لك ايه؟ ماشي، وقلب وشه وبتاع طبيعي، كان بيلعب اساسي وماشي كويس.
الماتش ده يا احمد كسبنا 4-0، انا اللي عامل 4 تجوان. 4 اسيست. والله العظيم ال 4 اسيست. كابتن حلمي والله العظيم، والله شوف بقى الحب. انا تقريبا كنت همشي تقريبا، يعني انا ما اعرف. قام رايح للباشمهندس فرج عامر قال له اهو قلنا اللي انتم قاعدينه. راح الباشمهندس فرج عامر قال له والله انا مقتنع بيه جدا، والله العظيم زي ما بقول لك يعني. وكملت السنه كويس. مش سنه، لا الجيش، رحت الجيش. فرق معاك. قوي اخرك شويه. قوي. ده كنت بلعب في الجيش. بص بقى، كنت اروح المعسكر الجيش، اطلع على ماتش دوري ابطال افريقيا، كابتن حلمي يعمل لي برنامج مخصوص ويلعبني اساسي. طب والكابتن هاني العجيزي وضعه ايه؟ كان قاعد احتياطي. كابتن تلاقيه كان هيتجنن منك. مش انا مالي ما انت ما بتتمرنش. والله. بس المدرب واثق فيك. جدا. كابتن حلمي، كابتن حلمي هو بقول لك ربنا ثم كابتن حلمي اللي خلاني. واقف جنبك. وقف جنبي، وهو اللي اكتشفني في الشرطه، هو اللي لعبني. لما جه الشرطه كابتن طلعت يوسف ماشي، هو جه لعبني. مين اكتر مدرب هقول له تعبك نفسيا، حسيت ان انت نفسيا بتنهار من جواك يعني، لا بدأت افقد الثقة في نفسي، بدأت الدنيا تهرب مني؟ مين؟ كابتن حسام حسن وكابتن مختار. بس الاكتر كابتن مختار. تعبك نفسيا قوي. مفيش قوي. اهتمام. ده حصل لقطه يا احمد. في كان عندنا ماتش الزمالك، كنا بنتغدى غدا الماتش، والله العظيم يعني، والله العظيم ده من حصل. غير ما تحلف والله. كابتن مختار جابني كده. على الغدا. قال لي يا واد انت هتبدا وريني. فطبيعي فقلت له يا كابتن اوريك ايه، انا مش اول مره العب اهلي وزمالك. قلت له يا كابتن حضرتك جايبني عشان خاطر قال لي يا واد والله. قلت له انت حضرتك جايبني وعارفني عشان كده انت جبتني. قال لي يا واد والله ما اعرفك، انا جايبك على السمع. طب مدرب بيقول لك كده قبل ماتش الزمالك هتقول له ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي ما اعرفكش، انا جايبك على السمع. قلت له جايبني على السمع؟ قلت له لا طالما على السمع ان شاء الله هوريك. حلو. حلو. انا بادئ تمام. رحنا الماتش، محاضرة الماتش، هلعب بفلان وفلان 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 وفلان. انا فين؟ مش بادئ. كنت رافع ايدي كده، قلت له كابتن مختار انا انا قلت له انا بادئ. اما لا واد اسكت يا واد، انا حلمت حلم اللهم اجعله خير فخفت ابدأك. قلت له ايه؟ واستنيت كده والله العظيم. قلت له ايه؟ قال لي اه والله يا واد. قلت له طب يا كابتن مختار بعد اذنك ممكن تنام تاني يمكن ابدأ. قال لي انت هتهزر. قلت له والله انت اللي بتهزر. ده كل ده قبل الماتش؟ اقسم بالله. الماتش ده يا احمد نزلت خدت طرد على طول، طرد مباشر. اول ما نزلت من خنقتي. كنا المدافع بتاع الزمالك اسمه ايه محمد، كان ضرب جزاء لينا فباخد الكوره، قلت له يا عم اوعى. قمت بديله ضربه امام ضربني، انا وخدنا طرد. 4 ماتشات اتخصم مني 50,000 جنيه من الضغط اللي انت فيه. والله العظيم. لو رجع بيك الزمن اقول مش كنت هتاخد الامور على اعصابك كده؟ لا كنت هضرب كابتن مختار. يا ابني ده يا ابني صحش يا راجل. يا عم بهزر. لا انا محترم والله، انا بهزر والله. لا كنت هاخد الامور اسهل من كده بشويه. اسهل من كده طبعا. انت كنت يعني لا في حاجات كتير غلط احمد، انا في حاجات كتير غلط. انا لو رجع بيا الزمن مش هعمل اللي انا بعمله ده تاني. كنت بتعمل ايه حاسس ان انت كان ممكن تغيره دلوقتي؟ السهر. لا مش سهر حته يعني. بتسهر بتنامش بدري؟ بنامش بدري. هربت قبل كده من المعسكر. في اسكندريه ها؟ هربت من المعسكر انت؟ ما قعدنا سنتين في اسكندريه بموت. كابتن حسام كان قعدنا معسكر سنتين في برج العرب. هموت. هربت انت ومين من المعسكر؟ انا عبد الله بيكا واحمد الجول واسلام صلاح، الاربعه بعد كابتن حسام بيكرهوا في كوره. وبعد ما طلعتوا من المعسكر بالليل يعني ولا ايه؟ ازاي طلعتوا ازاي؟ والله مش عارف والله. انا خدت عربيه قطاوي. اه كان واخد نقمه في العربيه وتقريبا شفت فتح عربيه قطاوي، خدت عربيه قطاوي وقمتوا رايحين تغيروا قلنا ناكل ايس كريم. هموت. اتخنقت من المعسكر. هموت والله هموت. ولا اكل ولا شرب بميعاد وجعانين ولا اي حاجه، ومنع عننا السكريات ومنع. بص
احنا في معسكر، بص معسكر داعش. خدت العربيه وطلعت. اه وبعدين عشان تعرف ان حظنا كارثه، ايه اللي حصل؟ معدي هو بالصدفه هو شافنا. احلف بالله. ورحمه امي اللي مشي الساعه 3 بالليل. 3 الفجر. انا مش عارف. وقفشنا هو شافكوا ازاي معلش؟ معدي بالطريق، لقينا بنلعب مع عيال كده، بنلمس كده كوره. كنا بنجيب ايس كريم من عزه اه. وعدينا ناحيه تانيه، قلنا ايه نتمشى لنا عيال بيلعبوا كوره، فقلنا ننطط كده وبتاع. لا لابسين لبس النادي مش نادي. وبعدين كانوا اقول لابسين لبس النادي كان ماشي يعني هو لوحده؟ بالعربيه. وقف بعيد كده هو ومين بقى؟ هو وطارق سليمان اه. بس. اما واقف. واقف بعيد شويه. وبعدين مين اللي نزل لنا بقى؟ كابتن طارق سليمان. قال لكم ايه؟ تعملوا ايه؟ قلنا يا كابتن قلنا ناكل ايس كريم شويه وبتاع. والنبي يا كابتن لا اول حاجه لما شفناه ما صدقتوش؟ جرينا. جريت. انا دخلت في عربيه كانت فيها بنت وامها، دخلت. انا وبيكا والمصحف الشريف ورحمه امي. دخلنا في عربيه إيه؟ عشان ما يشوفناش. عربيه كانت واقفه فيها واحده ومامتها. دخلنا في العربيه والنبي والبنت هتصوت انا والنبي احنا مش حراميه، احنا لاعبين كوره بس الكابتن شافنا وبتاع. والبنت اتعاطفت معانا وحسن حسن ما اتعاطفش معانا. البنت قالت لكم ايه؟ بص كده والنبي جاي اهو. كابتن طارق سليمان دخل دماغه كده الى عند البنت. وكمان نسوان والله اقسم بالله زي ما بقول لك. وكمان نسوان لا والله ما نعرفهاش. دخلنا في مشكله اكبر يعني مع نسوان وست كبيره وبنتها. لو دخل دماغه من عند البيت قال لي ايه؟ وكمان نسوان. طب والكابتن حسام فين؟ في العربيه هناك ما نزلش. والله العظيم. طب والواد اسلام صلاح راح فين؟ وفضل واقف مع كابتن طارق سليمان وبنتكلم معاه. والنبي يا كابتن ما تقولش كابتن حسام. قال لنا ايه؟ ما هو شايفكم. هو قال الكلمه دي. اقول لك بص بقى يعني قال لك يعني انت بقى نزلت من العربيه قلت له نزلنا بقى من العربيه وقفتوا مع طريق كابتن طارق سليمان. قلت له يا كابتن بلاك ما تقولش والنبي يا كابتن عشان خاطرنا احنا غلطانين وبتاع، بس احنا كنا زهقانين وبتاع وايه. وما تقولش لكابتن حسام. انت عارف كابتن طارق عسل اصلا. طريقته عسل دمه خفيف. ايه عمل كده حركه ايه ما هو شايف. اول ما قال شايفنا انا وشي الاسمر ده بقى احمر. عملتوا ايه بقى؟ انا هعمل ايه؟ قال لك روح على الفندق. رحنا على الفندق. الفندق مقلوب. حسن مصطفى صح الناس العيال كلها ومستنانا تحت مين حسن مصطفى. تمام. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا مشيتوا ازاي؟ قلنا يا كابتن كنا زهقانين نروح نكلنا ايس كريم. انتوا بتهزروا مش بتهزروا. خدوا كل واحد ياخد شنطته ويمشي. تمشي من الفندق الساعه 3 بالليل. قال لك ارجعوا على بورسعيد. انا بقى ارجع على بورسعيد؟ كابتن بورسعيد ايه دلوقتي؟ طب هات مفتاح العربيه. مفيش مفتاح عربيه. كانش لسه ما كانش معانا عربيه. كانت عربيات في بورسعيد. كانش في الا عربيه قطاوي. مش عايز حتى يدينا عربيه قطاوي نمشي بيها. امال مشيتوا ازاي على بورسعيد؟ ركبنا وطلعنا. يعني طلعتوا الفندق وخدتوا الشنط لميتوا حاجتكم ونزلتوا من الفندق. حتى ما جابلكوش تاكس ولا حتى كوبايه ميه عشان السفر اللي تحت سافروه ده. وبعدين مشونا من الفندق في ورجعتوا مواصلات. ورحنا على بورسعيد. قال لك اللي مش هيروح على بورسعيد مش هيلعب تاني معايا كوره. انا طلعت على امي على القاهره الاول. كلت الاكله الحلوه وبتاع. والتاني يوم رحت على بورسعيد. مرنا مع احمد سامح يومين بالظبط. كلمني وقال لي تعالى على المعسكر وسابهم هم. انا كنت بتلعب ساعتها. هو انت كنت فعلا ماشي كويس معاه. بس السنه الثانيه الامور ما مشيتش احسن حاجه. كنت انت اتكلمت قبل كده على مشاده حصلت بينك وبين الكابتن ابراهيم حسن. كان ايه اللي حصل في الموضوع ده؟ دي مش مشاده. امال انا شتمت ضد الشتيمه. ازاي؟ انت عارف يا عم. لا ورحمه ابويا ما اعرف. لا ما انت عارف اللي بيحصل يعني من كابتن حسام. لا يعني كان مشاده بينك وبين الكابتن ابراهيم دي في ماتش؟ في ايه اللي حصل؟ لا ده هو كان بيقول لي بص عشان في كاميرات. ده فين ده؟ في ماتش رسمي؟ ايوه وانا طالع. يعني انت كنت بتلعب
كابتن حسام غيرك اه وانت طالع بقى؟ لا، وكان بيشتم. كابتن حسام بيشتمك؟ لا البي، فرديت الشتيمه، فانا طالع بشتم اما كابتن ابراهيم ابراهيم. اتدخل بقى. ما اتدخل وقال لي بس وقال لك الناس كابتن ابراهيم بيضرب قنش بالقلم وبتاع. لكن ما حصلش يعني لا كده؟ والله ما حصل، لا لا. هو كابتن ابراهيم اصلا يعني كويس. شخصيات طيبه والله العظيم. وهم الاثنين وربنا الاثنين كويسين جدا، بس معاهم عفركوش. كنت انت قلت قبل كده في تصريح ليك ان والدتك الله يرحمها كانت بتعاتبك لما انت بتجيب جون في في الزمالك. الزمالك اه كانت بتقول لك ايه بقى مثلا؟ والله في مره اول جون ليا في الزمالك وبتاع، وانت فين؟ وانا في الشرطه، كلمتها بقى، وايه يا امي اخبارك ايه؟ قالت لي اقفل لي يا ابن الكذا. قلت لها ليه يا امي في ايه؟ قالت لي بتجيب جون في الزمالك، اقفل ما اشوفش وشك تاني، وقفلت السكه والله. بجد والله؟ والمصحف شاف قفلت السكه في وشي. عملت ايه بقى؟ روحت قلت لها امي انت المفروض تفرحي لي، يعني انت بتزعلي؟ قالت لي افرح لك في اي حاجه الا في الزمالك. امي زملكاويه جدا الله يرحمها. كان نفسك تحقق امنيتها وتروح نادي الزمالك؟ بس في حاجات غريبه قوي حصلت لي يا احمد. كل ما امضي للزمالك يحصل لي كارثه والله. كل ما امضي للزمالك، انا مضيت 3 مرات. اول مره اول مره ما اعرفش ايه، رحت سموحه. تاني مره اتوقفت 6 شهور. تالت مره الكورونا جت وانا في طنطا. وانت في طنطا كنت هتروح الزمالك؟ وبيراميدز. كنت هتروح الزمالك او بيراميدز؟ الاثنين جولي. مين كلمك في الزمالك في الفتره بتاعتك؟ المستشار مرتضى. برضه؟ التلاته والله المستشار مرتضى. طب وبيراميدز مين اللي كلمك؟ كان اللي بعد شيخ تركي على طول، امم هو معاهم دلوقتي برضه. ممدوح عيد؟ اللي هو كان في كورونا مين؟ اللي هو ممدوح عيد؟ ممدوح عيد. كلمك وقال لك الوكيل مش هو اللي كلمني. الوكيل الوكيل. اللي كان وسيط بينكم يعني. ايوه. طب وما تمتش ليه؟ الكورونا جت وقفت الدنيا بقى. وقفت الدنيا. شايف ان حظك وحش شويه؟ قوي في الكوره، قوي 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 وكانت في حاجات ممكن اعديها يا احمد وابقى كويس، لا ما عديتهاش. وانا برضو مش هقول لك ان الكوره جت عليا، هي جت عليا في حاجات، في رزق، لكن برضو انا عملت اخطاء كتير. زي ايه يا انس؟ ما قلت لك ما كنتش مهتم. انا كنت زي زيزو كده بخش الجيم، كان زماني دلوقتي نجم العالم. طب ما ده برضه سعي وده برضه طبعا اهتمام، ان ما الانسان انا محافظ على نفسه بس حلو قوي. وبيجتهد، وهو برضه بيتمرن كتير برضه. ما هو انا بقول لك، انا لو كنت بتمرن كويس زيه. كنت معتمد على موهبتك بس وده مش كافي. وفي التمرين ما تتمرنت معايا بقى عادي، يعني الكوره تقطع بهزر واضحك، لكن في الماتش الدوري لا، مختلف. حتى كابتن حلمي قالها لي، قال لي ان اللي يشوفك في التمرين ما يلعبكش في حتى تحت بيته، اللي يشوفك في الدوري انت مختلف تمام. وده غلط، يعني كنت لازم اتمرن ولازم اسعى. يعني انا لو كنت ساعتها والله كنت هبقى في حته تانية خالص. كويس ان انت بتقولي الكلام دوت، عشان مثلا اللعيبه برضو اللي لسه طالعه، اللي لسه صغيره، يشوفوا مثلا نموذج زيك بيتكلم انا قصرت في حاجات، لا انا يتعلموا قصرت منه. كتير. يتعلموا منه. يعني انت قصرت بتتكلم كتير. في التمرين ما كنتش بتدي ال 100%. طبعا لا لا انا لا. كسول. لو انت كنت بتدي ال 100% في التمرين زي الماتش، كان زمانك في حته تانية شويه. والله في حته ثالثه كمان. مم. والله يا احمد انا لو كان بتمرن كويس واخش جيم وبراعي ربنا في تمريني وفي اكل عيشي، كنت زماني دلوقتي في اوروبا. على فكره انا رحت اوروبا، رحت السويد. احترفت شويه هناك. قعدت شويه هناك. مم. بس رحت وانا برضو بفنش يعني، كانت درجه تانية وبتاع. بس والله يا احمد لو انا كنت اهتميت وخدت 100% الكوره، كنت بقيت في حته تانية خالص. بس انا برضو ما اديتش للكوره، وربك بيدي المجتهد، من كل مجتهد نصيب. انا مش هقول لك برضو ان الكوره جت عليا والناس والمدربين جم عليا. لا 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 لا، انا جيت على نفسي. قصرت بكتير كتير كتير يا احمد، وبندم اني قصرت. ان انا يعني بلعب دلوقتي درجه ثالثه، وشايف الناس اللي بتلعب في الاهلي، والله انا احلى منهم. لو انا رجعت دلوقتي، والله لو مرنوني دلوقتي ولو عملت معاهم فتره اعداد، هلعب على كل اللي موجود ده دلوقتي في اي نادي. شايف الدوري المصري وانت بتتكلم كده عليه، حاسس ان انت مش لا حرام عليا ابقى في الدرجه دي. عارف لا خلاص. انت طبعا الظروف هو اللاعب الكوره بيمر بظروف كتير هي اللي بتاثر عليه. انا بكلمك انت دلوقتي وجهه نظرك، وانت بتتكلم عن الدوري المصري والاهلي والزمالك والارقام 80 مليون 70 مليون، لا ده عايز يجدد ب 100 مليون. شايف ان الموهبه تستحق الارقام دي؟ هو فين الموهبه؟ هي الوحيده الموهبه اللي طالعه حاسس ان هي شبهنا، امام عاشور. موهوب موهوب. يستحق الارقام دي؟
هو يعني بياخد كام؟ ده فرق بينه وبين زيزو. عشان كده هو زعلان. اقول لك حاجه، قوه النادي الاهلي 60% امام. شايف ان امام يستحق يكون ياخد زي زيزو؟ اعلى من زيزو، اعلى من زيزو، او ياخد زي زيزو، زيزو يقل شويه. يعني انت شايف امام مش عدل ربنا انه لا يكون لا لا زي زيزو؟ لا لا. ليه بقى؟ اول حاجه، قوه الاهلي كلها امام دلوقتي، تمام؟ 70% امام. امام ما شاء الله صحه، بيجيب اجوان، لعيب كويس وموهوب. موهوب موهوب. زيزو بقى. زيزو لياقه بدنيه. يعني انت كل اللي انت شايفه في زيزو ان هو قوي وسريع لياقه بدنيه بس؟ بس مش شايف ال 84 جون اللي جابهم في نادي الزمالك؟ اللي هو منهم 80 جون ضربه جزاء. ما بكلمك بجد والله. يا عم لا، مش 80 ضربات جزاء، مش 80. كام يا عم؟ 20؟ لا اكتر شويه، 30 ضربه، 30 ركله مثلا. يا عم هات. طب وانا احمد في عزي كنت بضيع ضربه جزاء؟ ما كنتش بضيع. ماشي، بس هي مش سهله برضه، عشان برضه الناس يعني ما تحطوش في الموقف انهم يحطوا الكرة على النقطه ويرجعوا ويدخلوا، وهي مسؤوليه برضه. والله انا عشان ما كانش في بالي حاجه كانت سهله بالنسبه لي، ما انت عارف، انت لعبت معايا. اما انا ما كانش عارف، بيبقاش في دماغي ما حاجه. انا عارف، بس هي مسؤوليه ولا لا؟ مسؤوليه طبعا. ايوه. بس طول ما انت واثق من نفسك خلاص، بتحط في زاويه قويه. يعني محمد صلاح ما بيعرفش ضربه جزاء، ما بيحطها دي. مم. هو رزق من عند ربنا. لكن هات لي كده، يعني والله مش عايز اتكلم عشان ما يقولش حاجه، بس هات لي كده ثرو عمل ومتعك. قلت له يا ابن اللعيبه على الثرو، زي ما احنا بنتكلم كده مم. زي الكوره. يا ابن اللعيبه على الثرو. انا ما قلتوش الا مره واحده. مم. يا ابن اللعيبه على الاوفر. والمصحف الشريف زي ما بقول لك، اوفر مسطره. الاوفر بتاع الكروس بس بتاعه كويس. عالمي. اضحك عليك؟ مم. يعني ما قلتوش قبل كده يا ابن اللعيبه على اللي تشيب، زي عبد الله سي كده يحطها كده، زي ابو تريكه يحطها كده وسط الناس؟ لا، انا ما قلتوش الا يا ابن اللعيبه على الاوفر. على فكرة ناس كتير جدا قعدوا معايا القعدة ديت، وحتى قبل ما انا اعمل يعني القعدة الخفيفة دي كده مع اخواتي وحبايبي، يقولوا لي برضه نفس الكلام على زيزو، بيعدي بسرعته وبيحط الكروس. يا كابتن لو انت قفلت له بره، احتاس جوه، احتاس ازاي؟ مش هيعرف يعمل حاجه. مم. كابتن اول ما اشوف هاف بيلعب، ها، مش ناحيته. احنا دايما الهاف بيخش بيلعب هاف ليفت عشان يخش بيمينه يشوط يعمل ثرو. اول مره اشوف هاف ما بيعرفش يلعب هاف ليفت، يلعب هاف رايت عشان يجري على الخط. يجري ويعمل. طب انت شفت حاجه تانية غير كده؟ لا انت، انا متفق مع كلامك، بس هو يعني برضه يعني انا اللي مخليه برضه ان هو في المكان اللي هو فيه دي الارقام، برضه ارقامه كبيرة جدا. حلوه. طيب ارقامه يعني ما لا، هو يا رقم كابتن، محترم في الدوري الممتاز، عامل رقم محترم. وانا بقول لك اهو زيزو، انا معاك، زيزو هيعدي نادي ال100. زيزو هيعدي نادي ال100 مع الاساطير اللي هم كابتن محمود الخطيب وعبد الله السعيد وكابتن حسام حسن، الناس اللي هي معديه نادي ال100. انا بقول لك زيزو عنده الفرصه انه يعمل ايوه يا كابتن ماشي، بس يعني نصيب يعني من وجهه نظرك، هو ما انت مش مقتنع يعني؟ لا مش مقتنع. يعني انت مش مقتنع، واداره النادي الاهلي مقتنعه، والناس دافعين عقد كبير جدا، حاجه غريبه جدا يعني كلامك بصراحه. ما عشان احنا اللي نادي الزمالك اللي رفعه كده. زيزو 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 زيزو. بس انا يعني انا لو رئيس نادي هجيب كده اقول اشوف زيزو بيعمل ايه. هو ينفع مع الزمالك ليه بقى؟ ان الزمالك ملوش سيستم. ياخد الكرة ويجري الله وايه يا ابن اللعيبه، شفت يعني سابوا اللي يجيبوا جون يمسكوا في زيزو اللي رفع الاوفر. مم. ودي كارثه. دلوقتي الزمالك ليه سيستم. انا حاسس مع المدرب الجديد ده حتى لو بيتعادل بس ليه ماشي كويس، ماشي كويس. في اسلوب لعب. جدع. مم. لكن زيزو هوبا شاط محدش يكلمه، هوبا رفع محدش يكلمه، لا. فلما راح بقى وسط النجوم اختفي. لا بس الزمالك كان فيه نجوم برضه، الزمالك برضه كان يا فيه. كابتن راح وشيكابالا خلاص بيبطل. يعني انت يعني انت تلعب ولا شيكابالا؟ ايه؟ انت تلعب ولا شيكابالا في عزه؟ لا شيكابالا ما فيش زيه اصلا. طيب يا كابتن شيكابالا، ما هو ده اللي بقول انت عليه. بتقارن زيزو بشيكابالا ازاي اصلا؟ يا عم بلاش شيكابالا، هو ولا جمال حمزه؟ جمال حمزه طبعا. هو ولا محمد عبد الواحد؟ محمد عبد الواحد برضه. ما انت بتقارنه بجيل نجوم واساطير. لا بكلمك، إيه، انت هات لنا جيل دلوقتي مثلا. بكلمك على كواليتي. ده لعيب كوره. قول لي زيزو لا ما كده. تجيب لناش كواليتي من ورا، هات لنا كواليتي دلوقتي. مفيش. يعني مثلا زيزو ولا حسين الشحات؟ حسين الشحات. زيزو ولا طاهر؟ الاثنين ما يلعبوش كوره. يا راجل لا، ما تكونش متحامل على الناس كده بالشكل ده. يا كابتن انا بحب اللعيبه الحريفه. زي مين حريفه مثلا؟
حسين شحات حريف، كهربا حريف، تخيل. صالح جمعه. لا صالح جمعة معلم، ده ظلم نفسه صالح جمعة، طبعا. مش لاقي نادي، تخيل. ده رزق بقى، بس هيلاقي. مم. لا بس هو بيلعب في العراق. ما هو رجع ولحد دلوقتي الدنيا مقفله معاه في الدوري المصري. يعني شايف ان صالح جمعة افضل من زيزو؟ يا بمليون مره. انت بتهزر يا احمد ياسر؟ ككوره اه. بمليون مره. لكن لكن يعني كنظام زيزو. يعني كوره يعني الالتزام في الاخر زيزو. زيزو. والانضباط بيكسب زيزو. الموهبه اه. في الوقت اللي احنا فيه ده. في طبعا. وبرضه اشكر زيزو، بيتمرن كويس وشغال على نفسه، حتى لو هو ما عندوش سنة المهارة شغال على نفسه كويس. لا يعني عارف يعمل نفسه، بس الاعلام مساعده. الاعلام مساعده ازاي؟ الله يا زيزو على الاوفر. ايه يا جماعة؟ ايه؟ الله يا زيزو على الاوفر. اوفر. طب ما بتيجي جون. طب لو ما جاتش جول، يبقى لازم تقولوا الله على اللي جاب الجول، انه اتحرك صح، حطها صح. والله على الاوفر. مش الله على الاوفر، الله على ضربة الجزاء. الله على ضربة الجزاء يا جماعة، انتوا بتهزروا. بص الاعلام بتاعنا عايز، لو عايز يرجعنا العب كوره تاني هيرجعنا الاعلام بتاعنا. شايف ان الاعلام بيفرق؟ طبعا. لو الاعلام اتكلم عليا انا بس حلقتين ثلاثه، اعرف ان انا هرجع دوري ممتاز تاني. مم. ولو رجعت دوري ممتاز تاني انا هلعب منتخب التاني مع كابتن حلمي مع طولان. كابتن حلمي مبروك. وربنا هلعب. ايوه هلعب والله. عايز اقول لك حاجه، شايف ان احنا عندنا في مصر هنا يعني اكتر لعيب شايفه مثلا مميز بالنسبه لك زي امام عاشور، زي اللعيبه اللي انت ذكرت اسمائها، يستحق كام يعني تسعيرتك؟ لو انت شايف مثلا الاسعار علت جدا مثلا، شايف ان الرينج الطبيعي هنا للاسعار كام في مصر؟ 4 مليون. لا قليل قوي، مش ده انت مفتري. لا يا راجل، ده العيشه غلت جدا يا راجل. ايوه ما 4، ما احنا كنا بناخد كام؟ لا ده انت كنت بتاخد مليون جنيه في 2010. طيب يعني بمقام دلوقتي 10 مليون. ما هو برضه الكواليتي تختلف يا احمد برضه. انا كنت باخد مليون ما انا بقى امام 10، بس كان عندي حاجه، كان عندي ميزه. ده انت يا راجل ده شايف. انا اول جون جبته في الزمالك كان لوب. تخيل انت لعيب اول ماتش يلعبه ضد الزمالك يجيب جون في عبد الواحد السيد لوب. الكوره جات لي كده تحت صاروخ من فوق كده. وانت في الشرطه. اه والله العظيم. انا بس بعرفك ان الكوره كانت جماليه، ما كانش بيهمك حد، وكنت بتحط الحاجات الحلوه. يا عم بروح اعمل تشيب. هو يعني حلو يا عم، كنت بروح ارقص طق طق واقوم حاططها في البعيد. هات لي زي زيزو. الجون بتاع الفيصلي كده، دخلت يا راجل ده شيكابالا هو بطل حط جونين يا احمد. حريف. يا لهوي. انا من جوه قلت له معلم. بتحب شيكابالا؟ يا عم ما بحبوش ممتع. قوي. كرة يا عم، بص الكرة في رجليه. لا يا عم انا عايز كورة، الحتة الحلوة، الحتة اللي الدنيا مزنوقة يعرف يعمل لك جون. لو الكرة مزنوقة على زيزو هيجري يطلع بره الخط. ايه يا عم احمد؟ انا دايما لكن بقى زيزو لو لعب باك رايت هيبقى من احلى باك رايت في مصر. ليه بقى؟ قوة وسرعة واوفر. انت محتاج ايه انت محتاج ايه في الملعب من الباك رايت؟ يهاجم كويس، يدافع كويس، اوفراته كويسة. التلاتة في زيزو. مطلوب من هاف ايه؟ يخش لجوه 1 2 او يعمل ثرو. صح. يكون عنده حل. صح عنده حل جوه. عنده حل لو الدنيا كلها مقفوله، التحرك بتاعه. عنده حل ان شايف كل واحد بيتحرك فين. زيزو ما عندوش الثلاثه دول. ده في كوره في المنتخب لو عملها مره واحده كده جون. جري 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 قام خبط في الواد. والله العظيم ما حد اتكلم عليها، مع اني مصطفى محمد تقريبا اتحرك له، اتحرك كده لو اداها جات له كده، لو اداها كده راحوا انفراده، قام واخدها جري جري بيها لحد ما قفل. الواد خبطه، اخد فاول. زيزو بالنسبه لك ولا مصطفى محمد مصطفى فتحي؟ مصطفى فتحي طبعا. ده حته لعيب كبير قوي، اللي هو كبير قوي يا احمد. انا مصطفى لعيب قوي قوي، كورته حلوه ومش واخد حقه برضه. ليه بقى؟ والله ما اعرف، مش عارف. دماغ المدربين اتغيرت ولا ايه، مش عارف. عايزين يبقى عنده قوه وسرعه. ارجع بقى المنتخب بتاعنا اللي هو المفروض كلنا واقفين معاه. متعك بامانه؟ ما متعكش.
تفتكر ليه بقى؟ عشان كل لعيب بيلعب بدماغه. مفيش سيستم. يعني كابتن حسام بشخصيته الكبيره دي بالكاريزما، هداف منتخب مصر التاريخي وهداف الدوري يا المصري كابتن انا ما التاريخي. بتكلمش عليك ولا لعيب لا ولا يعني مدرب، انا انت بتكلم ان في حاجات غلط. زي ايه؟ مفيش سيستم. ازاي بس كابتن حسام كان معانا عنده سيستم ما انت قلت محترم. لي السيستم اتغير. لا انا يعني انا مش عارف يعني، ما هو كابتن حسام اختلف لما راح المنتخب مثلا. اه اختلف كبير جدا، اختلف كبير جدا. مم. شخصيته اختلفت. انا بقول لك شخصيته اختلفت. هدي شويه. هي دي قوي. لا لا مش ده كابتن ما حسن. هو برضه اقول مش جاي له محمد صلاح من ليفربول ومرموش، عايزهم يعني عايزه يزعق لهم زي ما كان بيزعق لك إيه مثلا. اللي فيها؟ مش ده بيمثل منتخب مصر وده بيمثل منتخب مصر. انا مالي؟ ما تزعق له. لما يضيع كوره زي ما احنا كنا بنضيع، كناش بنروح يا عم احمد. انا بقولكش عامله باللي اتأدب، لكن لا، دوس. يا محمد صلاح انت، احنا جايبينك من ليفربول عشان تجيب لي ضربه جزاء؟ مم. انا من الناس شايف ان محمد صلاح ما بيأديش في المنتخب. طب وليه ما تقولش الناس مش مساعدينه؟ ممكن برضه، ممكن. بس يعني هنجيب له مرموش، مين هيساعده تاني؟ هو اتنين هيلعبوا ونش يعني انا. والله كان بتفرق يا احمد، لا والله بس والله برضه انت بتفرق. واحد تحتك ناس وحواليك ناس والباك بيعدي من وراك لا في ممكن، بتفرق أهو. ممكن دي معاك يعني، لكن برضو ما محمد صلاح، حملوش. يعني محمد بس صلاح بيحب مصر جدا ايوه طبعا طبعا ما قلتش حاجه، اه بس بحس يا احمد برضو اني مش ممرمط نفسه. يا راجل ده هنا في مصر لما حد بيحط رجله بيشيل يا احمد، احنا بتاع كوره. بيشيل ازاي؟ بيشيل رجله، خايف على رجله. وبيني وبينك انا هعمل زيه كده. بيبقى قلقان شويه. طبعا. شايف مهارته ايه محمد صلاح؟ النهارده مهاري لا بجد والله والله ما ماهر. قوه وسرعه قوه وسرعه. بس. بس اشتغل على نفسه بقى جامد. بس في فينش، في فينش. لا فينش، وفينش قوي جدا، وبقى مركز جدا، وعامل كل ما هو مكتوب في الكتاب للعيب الكوره هو بيعمله. يعني انت بالنسبه لك اللعيب بالنسبه لك حرفنه دي، انا يعني من قعدتي معاك كده ارد دماغك. لا مش انت اللعيب بالنسبه لك حرفنه، يعني انا لا، دلوقتي لو قلت لك محمد صلاح ولا شيكابالا هتقول لي شيكابالا، لكن ده انا حاسس ان ده لكن يكون انا رد هلاعب محمد صلاح. الافيد. اه لكن كحرفنه لا هلاعب شيك. شيكابالا حريف. طبعا. يعني انت شايف ان شيكابالا لو كان التزم زي محمد صلاح وحط اقسم الموضوع. بالله ده كان بقى رئيس نادي ليفربول. ده جامد جدا يعني. انا اصلا حضرته هو شيكا، لعبت قدامه. اه ما انا عارف. ايه يا عم، غزال بيجري. غزال يعني يعني هات عقلية محمد صلاح كده حطها في شيكابالا، اقسم بالله كان هيبقى في حتة ما حصلتش ولا حد هيعرف يجيبه. ظلم نفسه. ظلم العقلية، ما زي العقلية يا أحمد. خصوصا اللاعبين ده عمرو زكي راح جاب 10 تجوان، افتكر نفسه، رجع ما راحش تاني مشوه. شفت بقى ده النادي، جاب 10 تجوان مش رجع من ويجن وعايز يخطف فيهم، فاكر نفسه في مصر. والله العظيم رجع قالوا له شكرا، انت ما احترمتناش، شكرا. وهو هداف الفرقه. هداف الدوري الانجليزي. ايوه كان ساعتها هداف الدوري الانجليزي. قال له شكرا. كريستيانو طلع قال مين هداف الدوري، بيقولوا له ايه رايك في عمرو زكي هداف الدوري الانجليزي، قال لهم تعالوا نشوف مين في اخر السنه هيبقى هداف الدوري الانجليزي، وكريستيانو فنش هو هداف الدوري الانجليزي. عقليه. عقليه يا عم، عقليه. رمضان صبحي رجع، عقليه. امام عاشور رجع، عقليه. خلي بالك ده برضه زيزو. حلو زيزو حلو. بيضرب مثل للناس اللعيبه اللي طالعه برضه، ان الالتزام والانضباط ممكن يوصلك لمرحله تانية خلاص في حياتك. طبعا، والتمرين كويس ويصحى بدري ويتمرن طبعا. هو اشتغل كوره، هو قال دي شغلتي. طب ما دي شطاره يا قلش. طبعا يا احمد طبعا. انا بقول لك ايه، ما انا بقول لك، انا لو كان عندي عقليه زيزو، بلاش محمد صلاح، لو عندي عقليه زيزو كنت زمان دلوقتي جنب محمد صلاح. ان انا عندي مهاره، تخيل بقى، أنا عندي بقى السرعه، كان عندي مهاره وسرعه وقوه، بس ما كنتش ببنيها. مم. يعني خد بالك والله العظيم بكلمك، انا كنت اسرع من زيزو، ما انا عارف، لا انت كنت طياره ما شاء الله عليك كنت. لكن ما استمرتش. السهر، الاكل في اي وقت، اللي معرفش ايه، انزل مع اصحابي الساعه 4 بالليل اروح اكل عند البرنس معرفش ايه، ما اهتمتش. مع انك كنت موهوب. تخيل انت بقى، انا اهتميت يا احمد. كان زمانك في حته تانية خالص والله. اصل المدرب برضو لما يشوفك ملتزم وبتتمرن خد بالك المدربين برضو ممكن تضحك عليها. ازاي؟ تخش قدامه كده تلعب جيم وبتاع، يقول لك بص
عايز. والله العظيم كان بتاع. بتشوف لعيبه بيعرفوا يشتغلوا مدربين، يجوا قدامه يعمل حاجتين، يجي قدامه يتكلم كلمتين في المحاضره يقوم طالع رجاله لازم نشد انا حيلنا لو مش كنت عارف. بصلي جنب مختار كنت لعبت. هو كابتن مختار كان بيلعب اللي بيصلي؟ بجد والله؟ والله كان بيبص مين بيصلي، يعني ايه بيبص وهو بيصلي؟ يعني بيشوف مين بيصلي مين ما بيصليش. طب وهل الصلاه يأثر عليك في ال11 ان انت تكون متواجد؟ اه رب ما هو بقى بيقول لك ربنا مش هيكرمني واحد بقى بيصليش. حتى لو انت لعيب كويس؟ واللي بيصلي ده مثلا لو انا مش ممكن والله بصلي والله، بس بصلي لوحدي. يعني مثلا ايه، اليوم خلصوا اقوم مصلي لوحدي، ما هو بيشوفنيش. لا لازم اخليه يشوفني، لازم الفجر مثلا واحنا في معسكر استناه يشوفني وبعد كده اصلي. وده اسمه انا بصلي لكابتن مختار ولا بصلي لربنا. في لعيبه بتعمل كده كتير في الانتاج كانوا معاك؟ كتير. يجوا ايه بقى قبل ويصحى الصلاة؟ كابتن مختار يلا عشان نصلي. يروحوا يصحوا اه يخبطوا يعني اه على... آه. وبيلعبوا؟ وممكن يقفلوا على البيبان كلها ويصحى كابتن عشان يبقى لوحده هو اللي بيصلي كابتن مختار. هو الكابتن بس. وفعلا كانوا بيلعبوا؟ اه زي مين؟ لا مش ينفع بقى. بجد والله؟ ما تدخلناش في خلاص يا عم، حبايبي واخواتي. خلاص يا عم ما ماشي. تدخلناش في ماشي يا عم، انا هحترم رغبتك، مفيش اي عشان مشكلة. لا ما يزعلوش مني وبتاع. بس بتحصل يعني. والله بتحصل. عايز اخدك للمحطة وقفت عندها كتير قوي يا انش، وقعدت اتفرج على اهدافك فيها. مش عارف ما كملتش ليه معاك يعني. محطة الفيصلي الاردني دي، انت بتلعب في بطل الاردن، مم. ليه ما كملتش معاهم سنتين ثلاثة؟ انت قررت ان انت بعد موسم استثنائي معاهم ترجع. اعاره. كنت طالع اعاره، رجعت بقى الاعاره انتهت. هم كانوا عاوزينك. طب ما كملتش ليه معاهم؟ ما لا، الكرة مش قوية. يعني لو كنت قعدت سنتين ثلاثة كنت ممكن اتنسي في مصر، ويا ريتني كنت كمل. يعني ما انت برضه ما تعرفش. قرارات غلط قوي. انا اسوأ قرارات خدتها في حياتي هي قرارات الكورة. يعني انت شايف الافضل ان انت كنت تكمل مع الفيصلي؟ يا راجل ده طبعا. بس برضه الواحد يا احمد برضه، مصر برضه الكرة حلوة قوي. في ايامنا احنا يعني مصر الكرة كانت حلوة قوي. انا نزلت متأخر كمان، فنزلت ما لقيتش الا طنطا. يعني نزلت متأخر ان الدوري كان متأخر هناك. كان مين مدرب في طنطا بقى؟ كان لسه صاعدين دوري ممتاز وكابتن بس كان الكابتن عبد الظاهر موجود؟ لا ما كانش لسه جه؟ لا مشي. ما كانش لسه جه. رجعت على طنطا بقى، بدأت معاهم الدوري؟ لا امال؟ البطاقة الدولية اتأخرت، قعدت 7 مطوشة. تمام. جيت بعد 7 مطوشة بقى بلعب، وجالي زمالك كنت جامد جدا. من طنطا؟ جبت كام جون معاهم؟ بتاع 7 ولا 8. ده هداف الدوري دلوقتي بيجيب 12، يعني انت جايب 7 ولا 8، ده رقم كبير جدا. والله حاجه كبيره جدا لما انت يجيلك نادي الزمالك وانت مثلا بتلعب في طنطا وانت بتلعب. لما الزمالك طول عمره بيجيب بالدرجة بتاعي عادي. بس انا كنت اسمه بتاع، كنت جاي من الفصل الاردني، وكان الاعلام قال لك ده ونش خد الدوري والكاس، فما لقيتش ما انا جيت. بص، ما انا بقول لك الكوره بحس انها مش عايز تديني، والله العظيم. يمكن عشان انت مش عايز تديها. انت مش عايز تديها، انت لسه قايل بلسانك. لا يا عم، في ناس كارثه عني يا عم بيلعبوا في الاهلي والزمالك. كارثه عنك ازاي؟ كارثه عني بيسهروا عادي يعني. حاسس ان الكوره مش رزقي، والله بحس ان الكوره مش رزقي. ليه يا عم ما تقولش كده؟ ربنا برضو كرمك طبعا ولعبت في انديه برضو كبيره. انت بس ما باخدش فلوس والله العظيم يعني. امال بتاخد ايه؟ امال بتاخد باخد بعضي وامشي، والله ما باخد فلوس، والله. ليه يعني؟ من الفيصلي ما خدتش فلوس؟ لا. ازاي؟ ما كلام فارغ يعني. المصري خدت؟ والله ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله. السنتين خدت فيهم مثلا بتاع 400,000 جنيه. السنتين؟ والمصحف الشريف يعني قليل قوي. واتنزلت على الباقي ورحمه امي زي ما بقول لك. الانتاج الحربي ما خدتش منه حاجه. ايه تاني؟ سموحه اللي خدت منه. شايف ان الفلوس القيمه اللي انت بتاخدها كانت قليله على ادائك في الانديه؟ كقيمه قليله على ادائك اللي انت كنت بتأديه؟ لا كان هو الرينج كده. كان ابو تريكه باخد 3 مليون جنيه، اخد ايه انا على ابو تريكه؟ لا يعني مثلا تاخد لك، انت بتقول قعدت سنتين اخدت 400,000 في المصري يعني ما انا رجعت الباقي، ما الباقي كان ارجع. تسيبه عشان تمشي. وسموحه اللي كنت باخد فيها فلوس الجيش خدني. عليا الجيش. شايف ان الظروف ما كانتش مساعده خالص، وقراراتي كانت سيئه خالص. قراراتك سيئه في انهي محطه تحديدا؟ في كل المحطات والله. يعني انا لو كنت فضلت في المقاولين كان هيبقى احسن من المصري.
ان انت تروح انا ما المصري. استفدتش في مصر الا حاجه واحده بس، ايه؟ والله العظيم، الجمهور، ها، والناس اللي في بورسعيد. كنت لسه عايز اسالك، الجمهور المصري بالنسبه لك ايه؟ جميل جميل جميل، وحبني. خد بالك الجمهور ده لما بيحب حد انسى. حتى لو على فكره انا ساعات ببقى وحش في الملعب، الاقي الجمهور بيهيصني، يلا يا قناش والله. ما حبوش علي علي الله يرحمه، ليه؟ والله مش عارف. هو قبول وعدم قبول، سبحان الله. والله كان بيعمل حاجات جامده قوي، بيقعدوا يقولوا غير يا كابتن غيره، سبحان الله، بس هم حبوك. قوي. وانا م... حبيته. كنت مبسوط في بورسعيد؟ مع اللعب كنت مبسوط، مع عدم اللعب لا كنت قرفان. ان الناس كانت بتسالني هو انت ما بتلعبش ليه؟ تقول لهم ايه بقى؟ ما اعرفش. كنتش بتقول لهم الكابتن حسام اللي مش بيلعبني؟ ما عارفين. هو بص يا كابتن، مفيش حاجه بتستخبى عن بورسعيد. ده لما اسلام إسلام صلاح اتضرب في الاوضه، بورسعيد قامت ما نامتش يا كابتن. لا يا هم عارفين ان هو جاي عليا، عارفين، بس بيكسب. هم عايزين ايه؟ مصلحه الفرقه، صح؟ هيتكلموا على واحد وما بيكسبوا. خلاص، ما دام المركب ماشيه خلاص. بس لما المركب وقعت مم. كنت انا مشيت بقى. اتسرعت ان انت مشيت من المصري؟ كنت قلت يا ريتني صبرت شويه؟ ما هو كان عايز يمشيني، هو مش بمزاجي. قفلت معاك خلاص معاه؟ الدنيا قفلت مع الكابتن حسام للدرجه دي يعني؟ يا احمد، مع انا انه قعدت اللي سنة. جايبك ما انا قعدت سنه ما انت بلعبش. تعرف ان احنا في المصري مع الكابتن حسام كانوا كنا بنتفرج على الماتشات اللي احنا هنلعبها. الداخليه لما اه، كان بيجيب فيديوهات ليك ويقعد يقول عليك كلام ما تتخيلش. ده انت ما كنتش موجود بقى، انا اللي كنت موجود. يعني انا كنت ببقى قاعد في المحاضره، يجيب احنا هنلعب الداخليه مثلا الماتش الجاي، يجيب لقطات ليك بتشوط وبتحدي وبتدخل جوه. ايوه، شوف قول له انا عايز اللقطات اللي عندي كده. وجاب يمكن انا اول مره اقولها لك اهو، والله والله. اول مره اقولها لك قدام الناس. والله فعلا انت اول مره تقولها لي، كان يجيب اللقطات بتاعتك يقول لنا انا عايز اللقطات اللي عندي كده، عشان زي كنت مرتاح يا احمد، وانا بلعب مرتاح. ما انت خد ارتحتش بالك. مع كابتن حسام؟ لا ضغطك؟ مش، لا والله ولا كان في دماغي، بس كان صعب جدا، الباصه بشتيمه والشوطه بشتيمه. لا يا احمد، مش دي كوره. يمكن في ناس بتستحمل، انا ما اقدرش اسمع شتيمتي كده وبزعل. بس هو كابتن حسام مش بيشتمك انت، كشخص، لا بيجمع. لا وبيشتم، لا انتوا لعيبه كذا. لا كان بيشتم. لا والله. يا راجل ده شتم بوسك. طب ما بوسكا ده لازم يتشتم. قال لي بقول يا بوسكا اهي صريحه. كنت معانا لما كنت معاك. لما بوسكا اهي صريحه. قال له طب صريحه. انت تعرف ان ده الوحيد اللي شتمه صريحه؟ لا والله العظيم والله الكابتن حسام، بص بقى، كابتن حسام من الشخصيات يعني اللي انا بحبها جدا جدا، وليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. يمكن جه عليا في بعض الحاجات، بس انا برضو كان ممكن اتعامل افضل من كده. لما انا كبرت وعديت ال 30 سنه قلت لا، كان ممكن ابقى كان ممكن اهدى. ده حقيقه. يعني انا مثلا لقطه مع كابتن حسام برضو ما انساهوش يعني، طبعا لازم اقولها برضو، اقولها لك واقولها قدام الناس. كنت انت موجود وانا كنت موجود في الفرقه. لما انا جالي اعاره اروح العراق، رحت خبطت عليه في الاوضه، قلت له كابتن بعد اذنك انا جاي لي يعني مبلغ انا محتاج امن مستقبلي، خليني اروح. ده حقيقه. قنش موجود، وكان جايب عبد الله جمعه والشام، جدع قنش، انت فاكر؟ قال لي خلاص روح واستفاد ما خدش مني جنيه. انا ما اعرفش ليه بقى ما سابكش للزمالك. انا دي غريبه دي، من غير فلوس والله العظيم. اعاره؟ لا اعاره. كان باقي لي بس الدفعه اللي انا هاخدها في النادي اللي احنا كنا داخلين بقى في شهر يناير. نزلت ومشيت. انا بقى ما اعرفش ليه ما سابكش للزمالك. يعني انا شايف اقول له انت لو كنت رحت الزمالك كانت مسيرتك اتغيرت مليون درجه، يعني مش مليون درجه. انت حاسس ان ستايل لعبك وموهبتك وحرفنتك لايقه على نادي الزمالك جدا؟ في ايه بالظبط؟ اني لعب نادي الزمالك لايق عليا، مهاري سريع، واعرف ادي سيروهات، بعرف اخترق، بعرف يعني، بحس اني انا زملكاوي. انا كنت يعني انا زملكاوي. بتحب جمهور الزمالك؟ انا كنت واحد منهم طبعا. كان نفسك تلعب مع شيكابالا في الملعب؟ يا سلام، او اقعد له دكه، اهو ده اللي كنت اقعد له دكه، ابقى قاعد وانا مبسوط عادي. لكن ما كنتش هقعد لحد تاني. لا الجيل اللي فات كنت اقعد له، الجيل الكبير، لكن دلوقتي ما اقعدش. حتى اللعيبه يعني، انا والله يعني الناس كلها بتقول الاهلي جاب اسمه ايه ده بتاع ديفندر ده، مين؟ بن رمضان. ايه رايك فيه؟ لا يا راجل، ايه؟ لا وحش.
امام اقوى، امام اقوى بكتير بكتير يا احمد ياسر. يعني بين رمضان وبين شوال ما عجبنيش. مش شايفه المحترف اللي يعمل الاضافه؟ لا لا لا، مش معلول. ده معلول على معلول ده يا احمد. لا، في حته ثانيه. شوف انت اما اقول لك معلول، شوف انت تعمل اه كوره، اه كوره وأداء. يا راجل كان بيجيب جوان يا راجل احسن منه. ممتع. ممتع في الكوره. بالرمضان مش حاسه. اللي بس بحس ان هو بس تريزيجيه اللي عنده حميه شويه بس برضه الفتره اللي فاتت اناني شويه، لكن تريزيجيه كويس. مين تاني؟ بن رمضان مش عاجبك؟ لا مش عاجبني خالص، لا. مش امام مقتنع. افضل منه؟ بكتير. وبياخد اكتر من امام. شايف ان الموضوع بياخد اكتر من ده، ده بياخد لا اكتر ده من ده، رزق ده بياخد اكتر من ده، اثر على اوضه اللبس في الاهلي؟ مليون مره. ليه بقى قلنا؟ انت نجم الاهلي وبتاخد له 20,000، وواحد تاني جاي بياخد 20 مليون والتاني بياخد 100 مليون. طبعا لازم نتكلم. لما انا اكون شايل الاهلي على كتفي وما اخدش اعلى واحد، ايه يا احمد ياسر؟ ما هي دي الكوره. لازم اكون اللي شايل هو اللي ياخد اعلى واحد، واللي يجي يتصنف معايا. ما هي في فئات. فئه اولى كام، فئه تانية كام، فئه تالتة كام. الراجل امام عاشور ده من الفئه الايه؟ الاولى مصنف اولى. طبعا. ما ياخدش 40 مليون ويجي واحد ياخد له 100 مليون. لا والله لو انا تعالى يا زيزو، والله امام بياخد 40 انت هتاخد 30 يا عم 35. ما يتساويش بامام؟ لا. طب افرض زيزو كان قال لهم لا انا خلاص همضي بره وهروح السعوديه او اروح اي حاجه، طب ما يروح. هو الاهلي هيقف عليه يعني؟ طب ما يروح. ما كانش هيفرق مع الاهلي؟ لا. يعني شايف ان زيزو وربنا ما يفرق بالعكس، الاهلي وحش قوي. بيه؟ ستايله مش لاقي على الاهلي خالص يا وربنا. ازاي ستايل لعبه مش لاقي على الاهلي والله. اللي هو ايه؟ خد والهات. هو عنده خد وهات. امال هو عنده ايه؟ تاني يا احمد عنده خد وارفع. والله العظيم بقول لك الاهلي تحس انه يا عم الاهلي يا عم بيلعبوا كوره اهلي يا عم. مفيش ما حسيتوش. ما حسيتش. مم. هو مش لايق ياخد الكوره ويجري. لازم نجري بيه. طب ما باصي. مم. مش عارف والله يا احمد والله. لكن هو لعيب لا، دي وجهة نظر. لو انا مدير فني العبه باك رايت. انت حر، وخلي بالك أنا هي الكوره ألعب وجهات بكرة. نظر. ألعب احنا بكرة. معلش احنا قاعدين، يعني احنا ولا في استوديو، احنا العبه ديفندر. احنا قاعدين في البيت بنتكلم كاخوات، انت بتقول وجهة نظرك في حد، انا ما بقطعش فيه، بس انا بقول بقول وجهة لك نظري. دي وجهة انا والله نظرك. يا احمد بقول لك اني معايا ما هلعبه باك رايت. انت شايف ان هو لو لعب بكره هيبقى مميز جدا؟ اقسم بالله يبقى جامد قوي عالمي، ها؟ قوي. يلعب على محمد هاني. يلعب على مارسيلو. مارسيلو؟ انت جبت باك ليفت. انا مش عارف هو ايه، بس العبه على العبه بجد والله. العب باك رايت هيبقى عالمي. مم. عالمي. سرعه، قوه، اوفرات، نموذج. مم. ما انت بص يا احمد، ما انت لما مدير فني بتحتاج ايه من فيرود؟ يجيب اجوان. وايه تاني؟ ويستلم تحت ضغط. صح. محتاج ايه من الهاف؟ ان يعمل سيروهات وياخد وضته ويدي حلول. محتاج ايه من الباك رايت؟ يعمل كروسات وسريع ويدافع ويهاجم. حلتها لك اهو. مم. هو عنده الامكانيات دي، ما عندوش امكانيات في الهاف وجهة خالص. نظرك وتحترم، وهي الكوره كده وجهات نظر، ودي حلاوه الكوره. انا اختلف وانت تتفق، واحد تاني يحبني واحد تاني يكرهني، واحد والله تاني. انا شايف ان كله وجهة نظره واحده على زيزو. يعني انت شايف كل وجهة نظر واحده والاهلي وجهة نظره مختلف، جد. ان هو يفرقع اوضه اللبس لا بالشكل وعايز ده؟ فرق على الزمالك، مش فرق اوضه اللبس والله. هو تلاقيه داخل مع الند بند بس. والمستفيد في النهايه زيزو. زي عبد الله السعيد. لا، بس عبد الله السعيد موهبه جامده جدا. يستحق. يستحق. طبعا. بس انت لغايه دلوقتي شايل نادي الزمالك، عنده داخل في ال 40 سنه وشايل نادي الزمالك. ايه رايك في مسيره عبد الله السعيد كده كلاعب كوره كده؟ بس ما لعبش على ابو تريكه، معلش. لما جه الاهلي قعد لابو تريكه. هو ما يقدرش يلعب على ابو تريكه. ابو تريكه في حته تانيه يا احمد. ده طبعا. لو كان موجود دلوقتي كان خد له مثلا مليار. مليار؟ لما زيزو بياخد 100 مليون، يبقى ابو تريكه ياخد كام؟ انت هتدي لابو تريكه كام؟ هتدي المتعب كام؟ هتدي البركات كام؟ فلافيو، جilberto، حسام غالي، هتديهم كام؟ بتكلم بجد والله، هتديهم كام لو هم دلوقتي؟ لا والله، في ظل الارقام دي فعلا ممكن تلاقي واحد بياخد له 700 800 مليون، والله لانهم فعلا موهوبين. ده موهوبين بس. يا عم شوف حسام غالي عامل ازاي يا راجل.
يا راجل تعالى شوف ابراهيم سعيد سردباك بيزي ياخد الكرة ويقعد يعدي في الرجالة هو ده اللي ضيع نفسه، ويقوم حاطط وش رجله. هو ده اللي دماغه تعبانه والله العظيم. يعني انا بحبه حب، بس الدماغ. تصدق بالله اطيب الدماغ. قلب ممكن تشوفه في حياتك كابتن أي. ابراهيم سعيد. طبعا، بس الدماغ، الدماغ هي اللي بتوديك في موهوب اقول مش موهوب. قوه وسرعه. ده كان سريع جدا يعني، وشويت. وسردباك. ما تتكلمش على حد من طب الجيل ده. ده بقول لك ايه، ده قوي وسريع طب ومهاري انت حضرت تامر عبد الحميد؟ عالمي. يا لهوي على ده ديفندر. لا يا راجل، لا لا لا. يعني انت لو جيت تقارن الجيل اللي احنا فيه دلوقتي ده بالجيل اللي فات، فرق كبير قوي، فرق شاسع في الكوره ومتعه الكوره. تعالى يا عم راجل، شوف ماتش البرازيل لعبنا ازاي. تعالى دلوقتي شوف، تعالى نلعب البرازيل دلوقتي. يعملوا فينا ايه. شوف انت مش واثق في فرقتك انك هتكسب. يعني احنا مش واثقين في المنتخب انه يكسب. لا هو مش، احنا مش واثقين هو مش هيكسب. ليه؟ طب احنا كنا واثقين في المنتخب بتاع حسام غالي تريكا. بتاع تريكا. ده احنا زعلنا لما خسرنا من امريكا. احنا نخسر من امريكا؟ بس خلي بالك عشان ما نظلمش الكابتن حسام برضو، هي المواهب قلت، الجيل نفسه قل، اللعيبه اللي تقدر تبدع في الملعب طب ما الجيل قال في اوروبا الموهبه قلت فعلا برضو. لا متفق معاك. صح. مفيش ميسي تاني، مفيش. بس في كوره، في جماعيه. في كوره. اتفرج على برشلونه بيلعبوا كوره من غير ميسي اهو. بيلعبوا كوره حلوه قوي. شفت بقى؟ بس مش برشلونه بتاع انيستا وتشافي وميسي بس في سيستم، صح. في سيستم بس مش اللي كانوا بيعملوه، ده كانوا بيعملوا سيرك. ما انت برشلونه كان في مين في الريال؟ عتاوله. صح. كان في مين في اتلتيكو مدريد؟ عتاوله. قلت برضو، صح. قلت على كل الانديه. على كل الانديه. فبرضه برشلونه هتفضل برشلونه عشان لها سيستم ولها قدوه، اتلتيكو والتاكا. فبرضه ده قل وده قل، يبقى هي فاهم يعني. برشلونه قل في الكواليتي بتاعت الموهوبين، وريال مدريد قلت في الموهبه بتاعت الموهوبين الموهبه قلت عموما. عموما. بس برضه تحس ان فين الكوره؟ سيستم. فين الجماعيه؟ قال محمد صلاح دخل كده شوط، طب كويس. مين بقى طلع وراه؟ مين اتحرك؟ فين الوان فين المتعه بتاعت المنتخب؟ مش لما بتتفرج على الدوري دلوقتي والكواليتي بتاع اللعيبه والارقام والاسعار بتزعل على نفسك قوي. بتقول بتمنى بس حد يقول لي ارجع مش عاملين فتره اعداد، والله هبقى احسن من الموجود. هتبقى احسن من الموجود كايه يعني؟ كفنيا؟ اه سرعه وقوه ومهارة. موجود. ما انت هتعمل فتره اعداد. هو اللعيب يجي غير فتره اعداد يا احمد؟ صح. اعمل لي فتره اعداد وقيس معايا عليه. يا عم هو هيفرق في القوه عشان صغير، هيفرق في السرعه قصدي، بس انا هفرق لك في الكوره. انا ممكن وانا واقف كده اعمل لك كده تيجي جول. مش لازم انا اجري، مش لازم اضرب السبرنت، مش لازم. صح. مع عبد الله سعيد 40 سنه وبيلعب على وراجل عارف بيتحرك امتى وبيقف امتى وبيعمل ديلي امتى اللعب ويعمل سكان امتى. وانا عندي كام سنه؟ 34. مش كبير. لا مش كبير. يعني انا لو حد رجعني اعمل فتره اعداد مع فرقه دوري ممتاز هبقى احسن من الموجود. انا بقول لك والله هبقى احسن من الموجود. حققت طموحك اللي انت عايزه من الكوره ولا حاسس ان انت كان نفسك في افضل من كده؟ انا ما حققتش أي حاجه من الكوره. انا كان المفروض ابقى في حته تانية خالص. انا اللي ظلمت نفسي. ظلمت نفسك ولا مدربين برضو ظلموك؟ 50-50. بس في حاجات ممكن اتنازل عليها، وفي حاجات برضو انا برجع اقول لك انا اللي غلطان برضو. ما كنتش مهتم. كنت بلعب والدنيا معايا حلوه تلعب بموهبتك. لا، وعندي سرعه كويس، بس ما نمتهاش. ايوه ما طورتش لا من لا. نفسك. وبهمد. تهمد من ايه؟ من مواقف المدربين بزعل يعني. لا خلاص، ما هو كده مش هيلاعبني. ما كانش عندي اصرار 100%. كنت دايما بتتمنى مدرب يحتويك بس انت ما كنت اتمنى حلمي طولان على طول. يعني انا لو كان حلمي طولان في مسيرتي كلها كنت زمان في حته تانية خالص. ليه بقى؟ عرف يطلع اللي جوايا. كابتن حسام ما عرفش يطلع اللي جواك. لا انت اول سنه كنت متالق اونش. بس متالق. لا بتجيب جون، انت جبت جون حلو قوي اونش، الدبل كيك ده اللي ايوه. بس كان مع المصري. بس كان خانقنا في اوتيل. ما انت لعيب كوره، ما انت خانقني. وانا ما بحبش الخنقه بصراحه، بس خانقني بقى. اقعد في الاوضه، بنطلع من الساعه 7 في الاوضه، مفيش موبايلات مفيش تلفزيون كده. مش خنقه؟ ما انت حضرت يا عم احمد.
مش لا خانقه. الكابتن حياه صعبه، حياه صعبه. هو عايزك تعيش كوره بس ما فيش حاجه اسمها عيش كوره عايز يا حبيبي. تنزل يخش الجيم. هو عايز كده، هو عايز كده. وكنت بخش الجيم، ايوه انا عارف. والله كنت بخش الجيم، ما انت عشان مش لاقي حاجه مش لاقي حاجه تعملها. تعملها. ده حتى يا راجل ما خلانيش اطلع تحت في اللوبي. اطلع. اطلع اقعد في ده الأوضة. طبق البسبوسه لما سرقته. سرقت كان إيه؟ نفسي، مش كان نفسي في البسبوسه. كنت معانا السنه دي لما كان نفسي في البسبوسه لا وسرقت. مش هو كان في كنت الاكل. انا مشيت مش كان بيحط لنا الاكل بتاعه ناكل، كان في اطباق بسبوسه وبتاع. ليهم هم اه للجهاز. اه انا نسيته وخدته، كنت فاكره لينا. طلع وبعد الجهاز قعدوا يدوروا عليه، وفي الاخر قالوا له ان معقول مش فوق. طلعوا فتشوا اوضتي وبتاع، وانا كنت حاطه عند مين سعيد اللي مراد. جه فتش اوضتك؟ كابتن حسن يعني مصطفى. انت بعد العشاء الحلويات كانت موجوده، اه فانت نسيت ان هي بتاعت الجهاز، كان نفسي فيها، عملت اهبل، خدتها. اه خدت طبق وطلعت. اه مين بلغ عنك؟ مش عارف والله، حسن مصطفى وكله جاي ورايا. في الاوضه. وانا كنت بخبيها عند سعيد مراد. اه. يفتشوا ويقولوا طالع، وانا ما عنديش حلويات. يفتشوا ما اعرفش ايه، دخلوا عند سعيد مراد قالوا حلويات. سعيد مراد قال لهم قلناش اللي جاب والله. ما هيلبس نفسه هيروح. قلنا كابتن سعيد. قال لك انا مش دعوه، قلناش والله اللي حطها هنا. قلنا شيء هو اللي مخبيه. كابتن سعيد مراد قال كان دمه خفيف برضه. مين بقى اللي خدها؟ حسن، كابتن حسن. وقالوا له كابتن حسام ده كابتن، لا قلنش. قام عامل ايه بقى؟ عادي ما لعبنيش. بسبب البسبوسه. والله العظيم. ده غيرني. يعني قعدك احتاطي بسبب طبق بسبوسه. والله العظيم يا حمزه، ما انت عارف يعني. ما انت قلنش، ما بتسمعش الكلام يا قلنش. دي حقيقه. الراجل قال ما تاكلش بسبوسه، خلاص اقفل. مش قادر. كل يوم فراخ ومكرونه، او فراخ ورز، رز ابيض ومكرونه وفراخ. هموت مش هتغير. قادر تتحمل العيشه دي. يا احمد بقالنا سنه في المعسكر يا احمد. فاكر لما قال لنا لا مفيش عيد هتنزلوه عشان هترجعوا لي. انت كنت معانا في السنه دي. كنت معاك والله. لما قال لنا لا مفيش اجازه، هتروحوا تاكلوا اللحمه، وكل واحد يجي لي بقى مش قادر وبتاع. لا بعد ماتش الجيش ننزل. طب كام خسرنا 2-1 الماتش ده. خلي بالك هو كابتن حسام. محمد اشرف. هو خلي بالك كابتن حسام ليه كده؟ ليه حاجات كده سيستم. يعني. مش سيستم يعني. المفروض بص يا احمد، انا شايف ان لعيب الكوره هتديله هيديك. الناس بتقعد تقول لك ايه، اصل اللعيبه المصريه لازم تدوس عليها. ايه يا عم اللعيبه المصريه يعني؟ فعلا في مدربين كتير بيقولوا كده. ليه وبيدوسوا فعلا. بيدوسوا في ايه يعني؟ بلاش تنزل اجازه ماشي مره، مش سنه يا احمد. انا العرب عرفوني بتمشي في الشارع. عرفوني من كتر ما انا قاعد معاهم. مفيش حاجه نعملها. حتى اليوم اللي خدناه اجازه قال لك اطلع كل من عند اسمه ايه بتاع قرية هاني وارجع. صعبه الحقيقه، كانت صعبه. مع كابتن حسام كان برضو مقعدنا برضو في توليب كده. مفيش وهو في الصحراء، بتكلم في نفسك. الصحراء. وتطلع الاوضه بتكلم نفسك، يشيل عنك التلفزيون والموبايل موتة. حياه مش كرويه. مع ان كان في لعيبه متاقلمه ما اقولوش والله. ما هو ده بقى الناصح. وده الناصح. في لعيبه متاقلمه في الموضوع. ده الناصح. انا مش ناصح. مش قادر تتاقلم انت في الموضوع ده. لا مش قادر. هربت. خرجت من السجن. هربت من انت المعسكر. عارف يا احمد والله العظيم، ده انا كنت بعمل شغب او بتخانق مثلا مع كابتن حسن او بشد معاه، عشان كابتن حسن يقول لي روح بورسعيد اتمرن، اخد لي يومين كده نعنش. تغير جو. بتبقى انت قاصد تعمل حاجه. والله العظيم ده نص اللعيبه كانت قصد. احمد فوزي يعمل ايه؟ ده عسل. احمد فوزي بكراي. كابتن احمد فوزي كان بيعمل ايه يا انس؟ ده مش في دماغه اي حاجه. كان برضو بيعمل كده عشان يروح بورسعيد. ده جابوه مره يا كابتن. جابوه مره كانوا مودينه بورسعيد وفضلوا فتره، فجابوه ماتش الاهلي. تخيل قعد بتاع شهر ما بيتمرنش وجاي ماتش الاهلي هيلعب. لعب تمام. احد اليومين جابوه قبلها ب3 ايام، ما قدرش. لعب الماتش، قام متخانق مع حسن مصطفى، قام يروح على مصر، ما قدرش يقعد. تخيل. والله العظيم. بس كان عسل. نفسيته مش قادر يقعد في المعسكر. ولا انا. سبحان الله، في لعيبه ممكن تتاقلم. بوسكا كان متأقلم، ده حلو، كان بياكل ببلاش اللي هو بوسكا. قال له يا بوسكا، قام اداها له. قال له اهي صريح
اه صريحه، دي صريحه فعلا. كل شويه بوسكا يطلع قال له يا عماد قوم كلمه يا عماد مش هينفع. ماشي بوسكا ماشي. انت عارف كابتن حسام ماشي يا بوسكا ماشي ماشي يا بوسكا بوسكا وجا جول لك بوسكا اهي صريحه. شفت؟ انا مت. بص كابتن حسام اقسم بالله يا احمد انا كنت بحب اقعد دكه، بحب اقعد دكه مش هنضحك. الافيهات ها. يا لهوي. طب ما تقول لنا في كده، قول مش نختم بين ضحك نضحك شويه. مره كنا بنلعب سموحه اه تمام. فرج عامر قاعد في المدرج، قاعد في المقصوره. يا احمد والله العظيم هوبا 1-0 لسموحه. قام بص كده فرج عامر شتم قال له بص له كده في وشه قال له انت بتكسبني يا بتاع اللحمه الفاسده. تخيل قال له كده. قال له انت بتكسبني يا ابني يا بتاع اللحمه الفاسده. وبعدين والله العظيم تخيل انت ساب الماتش كله وقال له كده. وقال له كده. انتوا متوا من الضحك طبعا. انا مش مت. انا ما بقدرش امسك نفسي. اه سخسخت. احنا كسبنا 2-1 على فكره بس سخسخت. وفي ماتش كنا بنلعب المقص الله يرحمه ايهاب جلال. الله يرحمه. ايهاب جلال وحسام حسن ما بيطقوش بعض. نار، ماتشاتهم نار هما الاثنين. اقسم بالله مش نار ده جهنم. جه في ماتش هنلاعب مين؟ المقص. كنت معانا لا لما خسرنا 4. لا ما كنتش معاكم. الحمد لله ان انا ما كنتش معاكم. دخل الاوضه. انا مش هتكلم في محاضره الماتش ده هتلعبه عشاني. عشاني انا اشوف بقى انتوا بتحبوني قد ايه الماتش ده. قبل الماتش وانا هقول التشكيله وبقول لكم الماتش ده عشاني. انت عارف يا كابتن حسام بقى والله العظيم يا احمد قال لك الماتش ده هتلعبه عشاني. خدنا 4-0. دخل الاوضه قال لنا ولا حد فيكم بيحبني. قال لكم ولا حد فيكم بيحبني. وبعدين عمل ايه بعد الاربعه اللي انتوا شلتهم دول؟ كابتن طارق معدي. كابتن طارق كوميديا. اقسم بالله كابتن طارق شخصيه عسل. ده مش عسل. انا بحبه حب والله غير العظيم طبيعي. انا شفته طيب هو طيب قوي. والله كابتن العظيم. طارق معدي بقى. معدي بالك هو ده ما حدش. كابتن حسام ضرب ثلاجه. لا ضرب السبوره فجت في كابتن طارق. عور كابتن طارق. فكابتن طارق قال لك وقع كده عمل له غرقت في دمه. دم عمل له قوم يا طارق انت هتهزر. وقع غرقت في دمه دم. قال له قوم يا طارق انت هتهزر. وفي موقف يا احمد انا مش هنساه طول حياتي. انتوا قعدتوا ميتين ها؟ مش عارف تضحك. بيموت طارق خد 7 غرز. والله العظيم يا احمد. وفي برضه موضوع يا احمد والله ايام هي عسل والله. وفي برضه كنا في محاضره وكابتن حسام انت عارف طول في المحاضره. طول دايما كابتن حسام بيجيب شوب لبن في المحاضره. المهم طول في المحاضره يا احمد تقريبا اللبن باظ. اما كابتن طارق اللعبه طلع بره وكنت قاعد انا ومين ورا اسامه العزب. تمام كنا قاعدين بنتكلم. كنا عندنا ماتش بكره قاعدين بنتكلم وبتاع وايه وبتاع ومحدش واخد باله مننا. احنا قاعدين ورا في الدنيا. كابتن حسام لما يعمل محاضره بيبقى مضلم الدنيا كلها. والمهم ايه اللبن تلج. هو بيحبه سخن. لا بتلج يرمي. لا عمل له طارق خد اشرب. كابتن طارق قال له ايه لا يا كابتن حسام مش قادر. قال له طارق يا حبيبي خد اشرب. قال له لا كابتن مش قادر. قال له طارق اشرب. طارق خد اللبن اقسم بالله. انتم متوا ها؟ لا هو اللعبه طلعت انا بس ومين وكابتن اسامه العزب قاعدين ورا بنتكلم. هو مش شايف ان انتوا قاعدين. مش شايف. المهم ايه شربوا يا احمد على بق واحد والله من كتر الخوف. كابتن حسام طلع. كابتن طارق جاله مغص.
والله العظيم ماسك بطنه كده، بطني بتتقطع يا ابني مش هتنجح. وانا طبعا ورا انا مسابق فضحكنا، بقول له كنتوا هنا محدش يقول له حاجه. اقسم بالله. اقسم بالله ضحك ضحك مش لا ممكن. لا كابتن طارق اقسم بالله كارثه ما بعدها كارثه. انا الموقف ده مش هنساه. شرب بتاع اللبن ده. شرب اللبن هو بايظ. لا بص يعني احنا اللي قعدنا وجاله نحكي مواقف. وجاله مغص وجاله. قعدنا نحكي مواقف يا كابتن لا حسام لا من لا هنا للسنه الجايه. لا عسل. اه لا شفتوش خناقه احمد عيد؟ هو احمد عيد ايه اللي حصل؟ بالكابتن احمد عيد. عبد الملك. اه والله العظيم ايه اللي حصل؟ جه في ماتش كنا بنلعب الجيش، وكابتن احمد عيد في الجيش، دخل في الواد احمد ايمن منصور، مم. فكابتن حسام من بره يا احمد عيد، يا احمد عيد، احمد عيد. انت عارف كابتن احمد عيد بقى ايه؟ اللي كابتن حسام كده، كابتن حسام قال له عايز ايه؟ والله العظيم اقسم بالله عمل زي ما بقول، ولا انا على الدكه هتموت. محمود انا ميت، اه وانت فاكر كل الناس بتخاف منك؟ ده كنت طريق كلام عم كابتن احمد عيد كده، قال له ماشي يا عيد ماشي، انا يا عم ماشي. المهم ايه، حسن مصطفى راح يحجز مين؟ كابتن حسام. عشان رايح لعيد. تمام خلاص يا كابتن حسام، قال له ديب ايه؟ اقعد يا باشا. ضرب مين؟ احلف بالله. اداله ديب، قال له قال له اقعد. ديب. جه عجبني، قال لك يا ريتني ما رحت. انا ما بسترش برضه انا والله. قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ ده اللي خلاك تروح، ما انت عارف اللي هيلوشك. قال له مش عقبال. لا الكابتن حسام وهو متعصب والله ما بيشوف. نسي خناقه احمد عيد ومسك في حسن. كانوا بنيه يا احمد، وسام احمد عيد. والمصعب زي احمد عيد كانوا بنيه. كانوا الاول ديب دي، قال له قال له ديب اقعد. جه كمل. انت عارف كنت حسام لما حد يحوش حسن مش عايز حد يحوشه. كلب بنيه اقسم بالله، قعد يشرب حسن مصطفى. قعدتوا تضحكوا متوا. ها انا قلت له اللي خلاك تروح؟ ما انت عارف. لا وكابتن حسام عسل والله، لما يسب الدين يبص على الجهاز كده يقول لنا ايه؟ استغفروا. يخرب بيتك يا انس انت هتموتني. فاكر حوار شرويده ده؟ انا موت حوار شيرين والله. والله العظيم يا ابني ما تضحكناش بقى. موقف، وربنا اول مره احكيه في حياتي. ماله الشروده؟ الشروده كان في المصري، ما انا عارف الفرق. عمل ايه؟ ما عملش حاجه، ده اللي عملته. ايه اللي حصل؟ اتعرفت على واحده في بورسعيد، تمام. فرايح اخد منها الاكل، كانوا عاملين لي اكل والله. كانت هي عامله لك اكل؟ والله العظيم اول مره كنتوا في معسكر في بورسعيد؟ كنا قاعدين في بورسعيد. لا عادي، كنت مش معسكر، بس كنا قاعدين في بورسعيد. فطلع اخد منها الاكل. جايبه لك عند القريه؟ لا ما عند في البيت عندنا، تعالى خد الاكل. انت رايح تجيب الاكل؟ من عندها، من عند البيت. تمام. فالبواب عرفني، قاعد يقول لي انت قلت له كابتن احمد شرويده. وبعدين عدى اليومين 3 وعندنا ماتش خسرنا. فليه كابتن حسام بيقول لنا ايه؟ فينا واحد نجز. قاعدين ما نعرفش مين. فينا واحد نجز يوم يقف، محدش وقف. قال له فينا واحد يا شرويده نجز. مش تعرف شرويده؟ ولا مالها يا كابتن؟ قال له مش انت كنت عند تاخد الاكل وبتاع وطلعت عملت ايه بقى؟ وعيني في كابتن حسام فاكر ان شرويده طلع وقعد مع البنت وبتاع، واقف شهرين. وانت يعني اللي قلت احمد شرويده البواب. طب والباب وصل للكابتن؟ انا مش عارف منين والله العظيم. حكى له الموقف، وقعد شرويده يا عيني خصم منه 100,000 جنيه. شرويده يقول لك والله ما رحت يا كابتن، لو عرفت لحسام حسن ما هيصدقك. وانت ما نطقتش؟ انطق.
انت بتهزر يا احمد؟ لا. واحنا خسرين انت. ما تقدرش. ايه على ابو شربيت. وشروق ده راح. قاعد يعني اتخصم منه 100,000 جنيه. مم. ها يا احمد، وقعدوا شهر بيتمرن لوحده. شهر. اه نهار اسود. جينا كسبنا. لا انا قلت كابتن حسام، مم. جينا كسبنا في الماتش وانا كنت جايب جون. قمت رايح لكابتن حسام قلت له ايه بقى؟ قلت له بصراحه يا كابتن، دلوقتي كده في الكناري كان في تمثال. عارف التمثال اللي عارف. بيكلم التمثال من المصحف الشديد. بيقول له انا خايف ان انت اللي تكون بتوصل، خايف ان التمثال بيوصل. الواد شريطه مش واثق في حد. اه والله العظيم بيكلم في التمثال، هيتجنن، عايز يعرف هو عمل ايه. هو يعني ما عملش حاجه. قمت رايح لكابتن حسام والله، قلت له يا كابتن بصراحه انا اللي خدت الاكل. انا اللي خدت الاكل. قال لا البواب، قال لي احمد شروقي ده. قلت له يا كابتن ما البواب سالني انا، وانا قلت له لقيته عمال يقول لي انت قلت مين وحش زيي؟ قلت احمد شروقي ده. اه اللي هو قال لي ايوه احمد شروقي ده. وانا يا كابتن بص لي كده قال لي ايه؟ انت مشكله والله العظيم يا احمد. قام قال لي شروقي ده ايه؟ دخل شروقي ده تاني وايه، وقال له بص اللعيبه اتحايلت عليا وبتاع، واخر مره تعملها. قال لك والله، قال لي من غير ما تحلف لي اخر مره تعملها، وعدى الموضوع. وعدى الموضوع. اه قنوش عايز اقول لك كده كام لعيب، تقول لي انت، هقول لك قنوش ولا هو، تقول لي انت تختار بينك وبينه. خلاص انت طبعا متابع الدوري وتتفرج على الوينجات والهافات اللي في الدوري يعني. قنوش ولا يسري وحيد؟ عارف يسري وحيد انت؟ طبعا اللي بيلعب في حبيبي البنك. حبيبي هو لعيب كويس على فكره. جدا جدا، لعيب كويس جدا، بس لا مش زيي. قنوش. قنش. قنوش ولا الشامي؟ شايف مين الشامي. اللي كان معايا؟ اه يا احمد انت الشامي لسه في المصري على فكره. انا عارف والله، بس ما ده المفروض قنوش. قنش اللي عمله حسام حسن يعني. بس انا شامي لا ما قنوش احسن. والله. انت شايف ايه يعني؟ ما انت بتقارني برضو يا عم، قارني ماشي، ما انا هدخلك ماشي. دلوقتي الليفل الاعلى جاي. ماشي. قنوش ولا جريندو؟ قنش. قنوش ولا مصطفى شلبي؟ هو لعيب كويس برضه مصطفى شلبي، جدا. مش وحش يعني. لا قنش. قنوش ولا طاهر؟ قنش. قنوش ولا حسين الشحات؟ حسين الشحات. احسن منك. مم. ايوه كده، ما فيش مجامله. قنوش ولا زيزو؟ باك ولا هاف؟ لا هو هاف. زيزو. قنش. شايف نفسك احسن من زيزو؟ اه بص يا كابتن، زيزو في الجيل بتاعنا مش هيلعب. حسين الشحات لعب مم. وكان مكسر جزء في المقصه، صح؟ زيزو واي الاسماء اللي انت قلتهم ده كلهم، معلش مع احترامي ليهم يعني، لو لعبوا في الجيل اللي انا لعبت فيه مش هيلعبوا كوره، ومش هيبقوا حتى في الدكه. حتى زيزو. اه اخر واحد اختم بيه معاك، قنوش ولا مصطفى فتحي؟ انتوا الاثنين شول وانتوا الاثنين بتلعبوا. مصطفى نفس- فتحي. مصطفى فتحي. امم اتبسطت معاك يا قنوش والله النهارده، حبيبي يا أحمد والله. ويعني انت كنت وحشني بقالي فتره كبيره ما طبعاً، شفتكش، حبيبي. واتشرفت بيك والنهارده ونورتني يا حبيب قلبي. الله يخليك يا حبيبي، وان شاء الله تكسر الدنيا كده. انت لعيب جامد جدا ربنا يخليك. وهتبقى اعلامي جامد جدا. ربنا يخليك يا إن شاء حبيبي، انا الله اللي يعني اتشرفت حبيبي. بيك، وانا الله بتمنى من يخليك. ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعوضك، لان انا من الناس اللي شايفه ان انت فعلا كنت تستاهل اكتر من كده. حبيبي فعلا يا كانت مكانتك المفروض تكون اكبر من كده. الحمد لله. ان شاء الله ربنا يشيلها لك في حاجه تانية، وربنا ان شاء الله يعوضك، لان انت ابيض من جوه وقلبك ابيض. الله يخليك يا حبيبي يا احمد والله، انا اتشرفت بيك. بقالي كتير ما شفتكش وحشني، وطبعا في حاجات كتير عملناها مع انت بعض موتني يعني. من الضحك يا راجل والله خليتني اعيط والله، المنديل جنبي اقسم بالله. والله يا احمد يعني ده في موقف كمان، ده انت برضه فاكر انت عملت فيها موقف عملت فيك ايه؟ لما رحت قول للناس. لما رحت قلت لكابتن حسام، قال لك انت بتغيب وبتاع. قلت له يا قلت له لا انت ما قلناش بيغيب. لا، ما قاليش كده عشان نختم بيها دي. احنا واقفين قبل التمرين بيقول له انت عم ياسر زي الزفت ما تسمعش الكلام. قلت له ليه يا كابتن انا عملت ايه؟ قال لي هو كده. قلت له ليه وانا مالي؟ هو انا اللي سبت المعسكر وهربت؟ ده قنوش. قال له كنتوا اللي قال لي انتوا الاثنين اطلعوا بره. انا بقول لك يا احمد، قلت له اقول لك امال اطلع لوحدي. اتلبست مع كابتن حسام ده كابتن والله. حسام لينا مواقف كتير معاه. خلاص تعرف قنوش، انا لما شفت الكابتن حسام اخر مره كنت انا في البنك الاهلي وهو كان في ماسك المصري، قلت له يا كابتن انا نفسي ارجع معاك وانا كبير كده، وانا عقليتي كده كبرت، وانا طبعا وانا والله. نضجت. انا نفسي ارجع لحسام حسام دلوقتي. احنا تخيل. كنا متسرعين شويه. والله مدرب جامد جدا. والله انا اللي قصرت برضه،
مش هو. كان بيحبك على فكره، اه والله العظيم كان بيحبك جدا. جدا. انا بس عارف. انت ساعتها كنت مستعفي نفسك. لا هو حس اني انا بعته بعته في ايه؟ ان مضيت. اه لما خدش رحت اه الزمالك. اه يعني انت شايف ان انت توقيعك للزمالك ده هو اللي قسم العلاقه بينك وبين كابتن حسام؟ اه كتير. وبدأ بقى ايه الهروب، بدأ نفضت يعني. برضو انا برضو قصرت، لكن انا لو رحت لكابتن حسام دلوقتي والله هيخليني في حتة تانية. مم. بلعبه بقوته بحاجات هيخليني في حتة تانية. فالواحد كان خصوصا بيتمنى. ان هو كان هو اللي طلبك بالاسم، هو اللي جايبك. الواحد بص يا احمد، الواحد بعد ال30 بيقول لنفسه يا ريتني كنت نفس الدماغ دي في ال20. صح. والله العظيم يا احمد زي كلامك ما بقول مظبوط لك. والله. يعني انا بقول لنفسي دلوقتي دلوقتي بص، انا بقول لنفسي لو رجع بيا الزمن والله ما هعمل كل اللي انا عملته. ندمان على حاجات كتير. قوي 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 يا احمد، قوي قوي قوي. يعني انا برضو قصرت كتير قوي. مم. انا كنت اهتم واروح الجيم ومش كان هيبقى حالي زي دلوقتي. بلعب درجة تالتة، تخيل بلعب درجة تالتة وبشوف ناس في الدوري الممتاز ما بتعرفش تبوظي. والله ولا بتعرف تبوظي ولا بتعرف تستلم. شايف العيب في مين؟ فيا ولا فيهم يعني؟ لا، العيب في مين؟ ان انت بتقول في ناس في الدوري الممتاز ما بتعرفش تستلم وتسلم. شايف العيب فيهم، ولا العيب في الادارات، ولا العيب في المدربين، ولا العيب في مين بالظبط؟ والله والكواليتي ما بقوش بيهتموا الا يعني برضو الاكاديميات. ايه ده؟ ده ايه ده؟ كل نادي عامل له باسمه اكاديمي. ايه ده يا جماعه؟ ده من امتى كان في اكاديميات يا عم؟ كان بياخدوا اختبارات بقى بفلوس. عايز تأيد ابنك بقى بفلوس. انا عمري ما شفت كده واحنا بنلعب. لعيب كويس بتروح نادي اختبارات ياخدوك من الاختبارات من غير يطلع. ما تدفع حاجه. بالعكس. بالعكس، ده كانوا بيدونا. والله العظيم يا احمد دلوقتي بيزنس. بحس ان الكوره بقت بيزنس. الوكلاء بوظوا الكوره في مصر، بوظوها. شايف ان الوكلاء فعلا بوظوها ليهم دور كبير. طبعا. لما وكيل يكون وكيل المدرب. يعني انت يعني مثلا دلوقتي ده وكيل كابتن حلمي طولان، وانا وده وكيلي، ما هيوديني لحلمي طولان. مش ما يقدرش كابتن حلمي طولان يقول لا سوري، يعني مش كابتن حلمي، ما يقدرش اي مدرب يقول له لا مش هاخده. شايف ان الوكلاء مؤثرين في الدوري قوي. والرؤساء بقى سامعين للوكلاء، ما بقاش يشوفوا بعين يا راجل. يعني ده يهبط فرقه. يعني علاء، كابتن علاء عبد العال هبط الداخليه راح مسك الجون. هل ده عقل؟ بس نجح مع الجون. ما دي كارثه غريب. نجح وقعدهم في الدوري الممتاز وقام راح المحله، ولحد دلوقتي هو ماشي مع المحله كويس. طب ليه مشوه من الجون؟ هو اللي مشي؟ لا. امال مش هو قعد الجونه في الدوري الممتاز؟ طيب ما ماضي سنتين ما يقعدوا. يعني دلوقتي يا احمد شايف المدرب ده منجحني بيمشي يا احمد. وكلاء والله وكلاء دايره وبتدور. يعني انت لو كان ليك وكيل كويس ما كنتش نزلت من الممتاز خالص. يعني والله انا جالي سيد وميدو حسين قبل ما يبقوا الاثنين كده. انا لو معاهم دلوقتي والله العظيم كنت فضلت دلوقتي في نادي الدوري الممتاز. خانوك الوكلاء؟ لا. لما انت وقعت ما لقيتش حد جنبك؟ دي طبيعي. ده طبيعي في الكوره. كلمتهم ما حدش يرد؟ لا ما كلمتش حد. مم. ما كلمتش بس سيد. ما ردش؟ لا رد. قال لك ايه بقى؟ قال لي هشوف لك وبتاع وخلاص. لا بيريح. مم. عشان كده ما بكلمش حد. مم. انا عارف ان ما حدش هيقف جنبي. وانت في الشرطه كله هو اللي بيكلمك؟ حبيبي ما فيش وكيل بيقف جنب حد. من الاخر رجليك جامده في الملعب تلاقي كلهم وراك. اتصلوا عليك؟ فلوس، ما بياخدوا من وراك فلوس. لو واقع مش مش هيردوا عليك. لو ردوا عليك هنشوف لك بس حاضر وبتاع. تيجي مثلا تقابلهم وش لوش، ده انت كنت لاعب كويس. مم. عادي. هي دي الكوره. طبعا. طول ما انت واقف على حيلك كله بيجري وراك. طول ما انت واقع ومحتاج حد يسندك مش هيسندوك. انهم ممكن يسندوك بس لا، يشوفوا اللي واقف على حيله ده اللي هيجيب فلوس. وبقول برضه يعني الادارات هم اللي عملوا كده. الادارات هي اللي سمحت للوكلاء بالمساحه الكبيره دي. قوي 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 يا احمد. ما انت وكيل المدرب. هوديك للمدرب اللي انا وديته المصري. ما انا موديك المصري خد فلان وفلان. وبيروحوا. طبعا. ما عارف ان ده علاقته جامده بالاداره، فممكن يجيب مدرب تاني يمشيه. هي ماشيه كده دلوقتي. زمان ما كانتش ماشيه كده. مم. الكويس بيلعب
هي جت اخر فتره كده يا احمد، اخر فتره كده هي مشيت بالوكل. ربنا يكرمك يا حبيبي الفترة حبيبي الجاية ويعوضك حبيبي خير ويوفقك، وانا اتشرفت بوجودك معايا يا انس حبيبي يا احمد، والله. والله انت كنت وحشني يا حبيبي وان شاء الله اشوفك احلى اعلامي في مصر، ربنا وانا يكرمك والله يا حبيبي. واثق فيك ان انت تبقى احلى اعلامي في مصر، عشان انت ليك كاريزما وجميل ربنا يكرمك يا رب. ومثقف ربنا يخليك يا حبيبي. ومتابع، ف وبتعرف تتكلم حلو قوي، فانا شايف ان انت هتبقى من الاعلاميين المهمين في مصر ربنا يخليك يا انس ان شاء والله يا الله يا حبيبي، حبيبي يعني، واشوفك وربنا دايما يكرمك. في احسن حال يا رب. الله يخليك يا حبيب قلبي. حبيبي يا انس. كان معايا النهارده نجم من نجوم الدوري المصري كابتن محمد ماجد أنش، وقال كلام كتير وكواليس كتير جدا من قلبه. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية.